السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وكالعادة صلوا على سيدنا النبي. ميعادنا ان شاء الله النهارده مع بعض مع الاسبوع الثاني ومع المحاضرة الثانية لدفعة 2026. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان تبقى المحاضرة الاولى عدت على خير بكل مشتملاتها، من اول الشرح يبقى عجبك، فيديو الواجب على اليوتيوب يبقى انال اعجابك، بالملخص كمان اللي احنا عملناه اللي كان رائع جدا جدا جدا. اتمنى ان الواجب تبقى انت حليت بايديك ومشيت على البلان او الخطة اللي احنا عملناها وقلناها في نهاية المحاضرة الاولى. لو انت من طلاب الاونلاين يعني، واتمنى ان انت يبقى عندك قبول، ربنا رزقنا اياه كده من ناحيتنا في عينيك انت، على اساس تبقى قاعد قدامنا دلوقتي وانت فرحان مبسوط مستني الحصه، ما تبقاش قاعد عمال تقول يا رب النور يقطع، يا رب مش عارف الكاميرا تفرقع في وش اشرف حسام، ما بني على باطل فهو باطل، ربنا مش هيستجيب لك كده يعني. المهم، المحاضرة اللي فاتت دي كانت دلع، لان اللي جاي النهارده مستوى تاني خالص، فعايزك بقى كده تسخن معايا، كتابك، كشكول فاضي، قلمك، الآلة الحاسبة، كوباية قهوة حلوة كده، وتبقى فايق وتعقد النية دلوقتي انك تقول يلا قول معايا والله ما انت قايم من على المحاضرة غير لما تخلص كلها. جو بقى اشوف ربعها وبكره نصها وبعد بكره 3/4 والكلام ده مش بياكل عيش. يوم ما هتقوم هتعمل بوز علشان تخش الحمام وترجع تاني، تعمل بوز علشان تاخد بق ميه وبعد كده تكمل المحاضرة تاني، وحتى بق الميه ابقى اشربه يا عم وانت بتتفرج يعني. اتفقنا؟ طيب تعالى كده قبل ما نبتدي الحصه بتاعتنا نشوف احنا نهينا كلامنا الاسبوع اللي فات على ايه، عشان بناء على ذلك نكمل. انا عايز اعمل لك زي قصه نعيشها في الباب الاول. فنهايه اول حلقه في القصه الاسبوع اللي فات ان احنا اتفقنا ان اي سلك عندنا يا حبيب قلبي في الدنيا اهو، واحده واحده كده على جنب، اي سلك في الدنيا بالمنظر ده كده، لو انا افترضت ان ده سلك اوله اسمه اكس واخره اسمه واي، الكهرباء اللي بتحتاج ان هي تمشي في السلك بنرمز لها برمز الاي اللي بنسميه انا وانت شدة التيار، وبنقيسه بوحدة الامبير. قلنا ان الكهرباء دي علشان تقدر تمشي من اول السلك تروح لحد اخر السلك بالبلدي لازم حد يزقها. مين اللي بيزق الكهرباء علشان تمشي من اول السلك لحد اخر السلك؟ حاجه بنرمز لها برمز الفي، اللي يا حبيب قلب اخوك اتفقت انا وانت الاسبوع اللي فات بنسميها بالعربي فرق الجهد، واللي بتقاس بوحده اسمها في بس بننطقها فولت. حلو قوي. واتفقنا كمان ان الكهرباء علشان تقدر تمشي في السلك اللي هي شده التيار يعني من الاول للاخر لازم حد يزقها، علشان احنا اكتشفنا ان في حد بيحاول يمنع الكهرباء ان هي توصل من اول السلك لحد اخر السلك. مين الحد ده؟ اللي انا هفكرك بيه حالا، اللي الحصه النهارده كلها بتتكلم عليه، اللي انا برسمه بالمنظر ده كده، اللي بنرمز له برمز اسمه الار، وبنسميها بالعربي المقاومه الكهربيه، اللي كنا بنقيسها بوحده لو انت فاكر ده شكلها وبنسميها اوم. ملخص ده لو انت مش فاهمه اقفل الحصه ما تكملهاش، الحصه النهارده كلها قايمه على الرسمه اللي قدام حضرتك دي. يبقى من الاول تاني، اي سلك في الدنيا الكهرباء اللي بتمشي فيه ستوب، مفيش حاجه اسمها كهرباء، بنرمز لها برمز اسمه اي اللي بنسميها شده التيار. اوكي، الكهرباء علشان تمشي من الاول للاخر محتاج حد يزقها، اللي بيزقها رمزه في وبنسميه بالعربي فرق الجهد. فرق الجهد ليه بنحتاج يبقى عندنا فرق جهد؟ لان للاسف الكهرباء وهي ماشيه فيه في نص الطريق في حاجه بتحاول تمنعها انها تمشي، اللي بنسميها الممانعه او المقاومه، وبنرمز لها برمز اسمه ار. السؤال بقى المهم جدا اللي لو ما ردتش علينا بجد ممكن يحصل لي حاجه دلوقتي، هل هناك قانون ختمنا بيه الحصه الاسبوع اللي فاتت بيجمع الاي والار والفي مع بعض؟ طبعا، اللي بيقول لي ان المقاومه الكهربيه بتساوي فرق الجهد على شده التيار، حيث الار ايكوال في على اي، الار تاني اللي بنقيسها بوحده الاوم، الفي اللي بنقيسها بوحده الفولت شده التيار اللي بنقيسه بوحده الامبير. وبالمناسبه الار بنقيسها بوحده الاوم، وعلى هذا الاساس سمي هذا القانون باسم قانون اوم، على اسم العالم يعني. ادي يا عم اسمه اهو قانون اوم. واتفقنا كمان في قانون اوم على معلومه مهمه جدا جدا لو انت فاكر، على الرغم ان الار بتساوي في على اي، يلا قولها بقى لو انت ذاكرت قولها بقى، على الرغم ان الار بتساوي في على اي ولكنها لا تعتمد ولا على الفي ولا على الاي. عارفين ليه؟ قلنا عشان كل ما الاي هيزيد بمقدار، ايه اللي يحصل يا كمال لما الاي يزيد بمقدار؟
الفيها تقل بنفس المقدار. تقل بنفس المقدار؟ تزيد بنفس المقدار، عشان كل ما الاي يزيد بمقدار الفي هتزيد بنفس المقدار، فتظل الار ثابته لا تتغير. فساعتها قلنا معلومه مهمه جدا نهينا بيها الحصه الاسبوع اللي فات، ان الار يا حبيب قلبي لا تعتمد على الاي او الفي. ودي كانت اخر جمله اتكتبت في الحصه الاسبوع اللي فات. قبل ما اقول لك الار بتعتمد على ايه، معلش انا اسف محتاج اراجع الكلام ده تاني، لان الدخله دي مهمه جدا، يبقى اللي عايزك تبقى فاكره من الحصه اللي فاتت. طب المعلومات اللي انا الحصه اللي فاتت محتاجها النهارده مش قوي، اللي انا محتاجه النهارده بس من الاسبوع اللي فات هو اللي قدامك ده، يبقى من الاول تاني. يلا، يبقى اي سلك في الدنيا الكهرباء اللي بتمشي فيه، مفيش حاجه اسمها كهرباء بنرمز لها برمز الاي اللي بنسميها شده التيار. علشان تمشي من الاول للاخر لازم حد يزقها، بنرمز له برمز الفي وبنسميها فرق جهد. الكهرباء وهي ماشيه في حاجه بتحاول تمنعها، الحاجه اللي بتحاول تمنعها رمزها ار وبنسميها المقاومه. هل هناك قانون بيجمع الثلاثه؟ اللي سميناه قانون اوم، اللي قال لي ان الار ايكوال في على اي. واتفقنا ان القانون ده على الرغم ان الار بتساوي في على اي، ولكنها لا تعتمد ولا على الفي ولا على الاي. اشمعنى؟ عشان لقينا ان الار نسبه ثابته بين الفي والاي. يعني ايه؟ يعني كل ما الاي اللي بيتزق بيزيد بمقدار، الفي اللي بيزق هيزيد بنفس المقدار، فتظل الار ثابته. وكان السؤال اللي نهينا بيه الاسبوع اللي فات، امال الار بقى بتعتمد على ايه؟ ومن اول هنا تبتدي الحصه الثانيه بتاعتنا باذن الله، يا رب تبقى حصه حلوه وسريعه، ونقدر في اقل وقت ممكن نوصل لك اللي احنا عايزين نوصله. احنا من هواة الناس اللي مش بحب اقعد 5 ساعات في الحصه وتمل وفي الاخر ما نبقاش وصلنا لحاجه، لا احنا عايزين في اقل وقت ممكن نبقى وصلنا لاحسن نتيجه ممكنه. هي دي الصياعه بتاعت المدرس، يلا واخوك صايع ما تقلقش. يلا نكمل. تعالى بقى نشوف، انت قلت لنا الار لا تعتمد ولا على الفي ولا على الاي، امال بتعتمد على ايه؟ بص يا برنس، احنا لقينا ان احنا لو جبنا سلك بالمنظر ده كده، اللي احنا اتفقنا بقى خلاص ان اي سلك لازم يكون بيحتوي على مقاومه. لو افترضنا ان دي المقاومه اهي اللي بنرمز لها برمز اسمه ار، احنا خلاص اتفقنا ان الار لا تعتمد ولا على الفي ولا على الاي، امال بتعتمد على ايه بقى؟ بص يا سيدي، احنا لقينا ان السلك يا حبيب قلبي بيبقى ليه طول بالمنظر ده كده من اوله لحد اخره، بنسميه انا وانت اللي بنسميه بالعربي يا برنس طول الموصل. يبقى طول السلك بنرمز له برمز اسمه ال وبنسميه طول الموصل. مستر يعني ايه كلمه طول؟ اقول لك على حركه حلوه قوي. حضرتك انت لو اعتبرت ان التيار اللي اسمه اي هيبتدي يخش من اول هنا وهيخرج من الناحيه الثانيه، معنى كلمة طول بعد إذنك كشكولك واكتبها معايا، ده كلام مش في المنهج بس هيسهل لك الدنيا. معنى كلمة طول هي المسافة اللي بيمشيها التيار من أول ما يدخل على السلك لحد ما يخرج. بالله عليك لا أنت كده بحلفتك بالله، أنت ملحد ولا إيه؟ تاني، معنى كلمة طول هي المسافة اللي بيمشيها التيار، اكتب يلا، المسافة اللي بيمشيها التيار من أول ما يدخل على السلك لحد ما يخرج. اللي أنا قلته ده طول الموصل، أوكي؟ بص بقى، احنا لقينا يا معلم ان المقاومه التي لا تعتمد على الفي والاي، اول عامل بتعتمد عليه هو الطول. ده مش بس كده كمان، ده العلماء قالوا لنا ان الار مع ال ما بينهم علاقه طرديه. يعني كل ما السلك طوله يزيد المقاومه اللي بتقاوم التيار تكبر. مستر اثبتها لي، وضحها لي. بص يا سيدي، صلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انا لو اعتبرت ان ده سلك في مقاومه، واعتبرت ان القلم ده انت شايفه صح اهو سلك فيه مقاومه، طب لو انا لزقتهم في بعض انا كده عملت ايه في طول السلك ده؟ زاد. طب لما طول السلك زاد، ما هو ده لوحده مثلا كان طوله متر، مثلا لما الاثنين اتحطوا جنب بعض وبقى 2 متر، فكده الطول الكلي ايه اللي حصل له؟ زاد. طب مش كان هنا في مقاومه وهنا كان في مقاومه، لما لزقتهم في بعض المقاومه المكافئه كلها ايه اللي حصل لها؟ زادت. يعني انت كل ما طول السلك يزيد كل ما المقاومه تزيد، ده معناه ان ما بينهم علاقه طرديه. يبقى الار مقاومه السلك التي لا تعتمد ولا على الفي ولا على الاي، اول عامل بتعتمد عليه هو طول السلك اللي ما بينهم علاقه طرديه. ماشي. الحاجه الثانيه اللي مهمه جدا جدا ان الار بتتناسب عكسيا مع الايه.
والايه اللي احنا مش اول مره نسمع عنها على فكره. الايه دي اللي احنا سمعنا عنها الاسبوع اللي فات، الحته اللي انا بلونها بالاخضر دي اللي هي على هيئه دايره بالمناسبه، اللي سميناها الاسبوع اللي فات انا وانت المساحه، اللي عايزين نسميها انا وانت مساحه المقطع. طب تيجي عشان نفهم ما نحفظش. مش احنا فهمنا يعني ايه طول؟ قول لي يعني ايه طول 5 ثواني. لو ما قلتش يعني ايه طول اضرب نفسك بالقلم. يلا يعني ايه طول؟ ها؟ ايوه قلنا المسافه اللي بيمشيها الطيار من اول ما يدخل لحد ما يخرج، ده تعريف الطول صح؟ كتبته؟ بالله عليك يا اخي انت كاتب تعريف مساحه المقطع كمان، اكتب يلا معايا. مساحه المقطع بقى هي المساحه، المساحه الذي يقطعها الطيار اثناء الدخول او اثناء الخروج. اكتب يلا. مساحه المقطع هي المساحه التي يقطعها الطيار اثناء الدخول او اثناء الخروج. معلش قولها تاني. مساحه المقطع هي المساحه التي يقطعها الطيار اثناء الدخول او اثناء الخروج. يبقى الطيار وهو داخل قطع المساحه دي، وهو خارج قطع المساحه دي، عشان كده سميناها مساحه المقطع. حلوه قوي 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 قوي. انت بتقول لي بقى ان المساحه دي مع المقاومه علاقه عكسيه، يعني كل ما مساحه المقطع تكبر المقاومه تقل، وكل ما المساحه تقل المقاومه تكبر. ليه ان شاء الله؟ تيجي افهمك عشان ما حدش هيفهمك الحته دي في مصر كلها غير اخوك اشرف حسام. تعال اقول لك ليه. صلوا على النبي. تخيل كده معايا ان انا عندي هنا طريق وفي بنت ده شعرها وعايزه تمشي في الطريق ده، ماشي، وفي طريق تاني بس طريق ضيق شويه، ده طريق واسع، ونفس البنت اهي وده شعرها تحسها عامله زي عبده الشياطين، ماشي، والبنت دي عايزه تمشي برضه في نفس الطريق. بالله عليك الطريق ده، انا سامعك يلا قولها معايا، الطريق ده مساحته مالها؟ قول. صغيره، صح. طب الطريق ده مساحته صغيره، ايه رايك يا كمال؟ هل البنت هتعرف تمشي براحتها؟ لا. ما هو معنى كلمه البنت مش عارفه تمشي براحتها ان الحاجه اللي بتقاومها مالها كبيره. يعني انت عايز تقولي لما المساحه كانت صغيره البنت مش عارفه تمشي براحتها، ومعنى كلمه مش عارفه تمشي براحتها ان المقاومه كبيره، صح. طب اللي فهم اشرح لي بقى الناحيه الثانيه. الطريق ده مساحته مالها كبيره، فالبنت مالها هتعرف تمشي براحتها، ومعنى كلمة هتعرف تمشي براحتها ان مقاومة الطريق مالها صغيرة. يا ابن اللعيبة انت يا مستر اثبتت لي اهو لما المساحة قلت المقاومة زادت، ولما المساحة زادت المقاومة قلت. يبقى ادعي لاخوك يلا على المثال ده. يبقى انا كده اثبتت لك ان الار فعلا بتعتمد على مساحة المقطع تناسب عكسي. اذا خلاصة الحصة لحد دلوقتي الار يلا المقاومة يلا اللي قلنا لا تعتمد على الفي والاي الاسبوع اللي فات، اثبتنا النهارده ان هي بتعتمد until now لحد دلوقتي على 2 عامل او على عاملين. مع الطول علاقه طرديه، مع المساحه علاقه عكسيه. غني معايا. مع الطول علاقه طرديه، مع المساحه علاقه عكسيه. غني. مع الطول علاقه طرديه، مع المساحه علاقه عكسيه. السؤال بقى هل ينفع سمحتوا يعني لو سمحتوا يعني تجمعني الاتنين دولت مع بعض في علاقه واحده؟ يعني بدل ما نقول الار طردي مع ال والار عكسي مع الايه، ايه رايك لو دخلنا كتبنا على طول اذا الار بتتناسب طردي مع ال على ايه؟ ما هي الجمله السوداء دي السوداء زيك كده، الجمله السوداء دي بتعبر عن الاثنين دولت. ما انت لو بصيت هنا هتلاقي فعلا ان الار طردي مع ال والار عكسي مع الايه، فبدل ما اكتب دي لوحدها ودي لوحدها انا جمعتهم مع بعض. في مشكله؟ طيب في بقى حاجه مهمه جدا عايز اعلمها لك، ولو انت كنت متابعنا في ثانيه ثانوي اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تبقى فاكرها. ايه هي بقى؟ دي اسمها علامه تناسب. ده كده ما اسموش قانون. انا علشان يبقى عندي علاقه او قانون لازم يبقى فيه علامه ايكوال، علامه يساوي، زي ده كده بالظبط. انا بقى عايز اشيل علامه التناسب واخليها يساوي. اسمع يلا، انا لو حبيت اشيل علامه التناسب واخليها يساوي، هل ينفع اعمل كده مره واحده؟ لا، في قاعده بقى عايزين نذاكرها مع بعض، ولو انت كنت ضعيف في رياضه ذاكر المعلومه دي معايا. علشان نشيل علامه التناسب ونحط يساوي لازم نحط رقم ثابت. قولها. عشان نشيل علامه التناسب ونخليها يساوي لازم نضيف للقانون، علشان يبقى قانون نضيف له رقم ثابت. يا ترى ايه الرقم الثابت بقى اللي العلماء ضافوه بقى؟ الرقم الثابت ده العلماء سموه
رو اي، هي كلها على بعض حاجه واحده. يعني اوعى تقول لي رو في اي، لا 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 لا، احنا بننطقها كده رو اي. انا عارف ان الاسبوع اللي فات خدنا رو يعني كثافه، الاي يعني شحنه الالكترون، هي كلها على بعض اسمها رو اي، اخطفها كده على طول. يعني ايه رو اي؟ ده رقم ثابت العلماء سموه، هنتكلم طبعا عنه النهارده بالتفصيل لو سمحتوا، يعني سموه المقاومه النوعيه. ما تقوليش يعني ايه عشان هعمل لها سبوره لوحدها النهارده واتكلم عليها ان شاء الله. ايه الخلاصه؟ انا كده اقدر اقول لك ان انا وصلت للقانون الجديد الاول معانا النهارده، اللي الحصه النهارده تقريبا كلها قايمه عليه، اللي بيقول لي ان الار بتساوي، انطقوا بقى معايا كده ازاي ما هنطقوا، رو اي ال على ايه، وده اهم قانون معانا النهارده اللي الحصه كلها قايمه عليه. يبقى انا خلاصه السبوره الاولى اللي معانا النهارده، انا اثبتت لحضرتك او راجعنا بقى، انا اثبتت الكلام ده الاسبوع اللي فات، ان الار على الرغم ان هي بتساوي في على اي ولكنها لا تعتمد قول ولا على الفي ولا على الاي. ليه؟ عشان نسبه ثابته، عشان كل ما الاي يزيد بمقدار الفي يزيد بنفس المقدار فتظل الار ثابته. امال بتعتمد على ايه؟ لقينا ان الار لحد دلوقتي، عشان لسه الموضوع هيكبر كمان شويه معانا، هيكبر شويتين ثلاثه كمان، قلنا ان الار بتعتمد على عاملين، مع الطول علاقه طرديه، مع المساحه علاقه عكسيه. قول مع الطول علاقه طرديه، مساحه علاقه عكسيه. جمعنا الاثنين مع بعض في علاقه واحده، فبقت الار طردي مع ال على ايه؟ اخويا اشرف علمني علشان اشيل علامه التناسب وحط يساوي، لازم اضيف للقانون رقم ثابت. الرقم الثابت ده العلماء سموه رو اي، اللي لسه هنتكلم عليه كمان شويه. والرو اي ده رقم ثابت سمي بالعربي باسم المقاومه النوعيه، علشان نبقى وصلنا لاول قانون معانا النهارده. احنا النهارده عندنا حوالي 6 أو 7 قوانين. بالمناسبه الفيزياء مش كلها كده، يعني الاسبوع الجاي تقريبا ما عندناش ولا قانون، الاسبوع اللي بعده واللي بعده التوالي والتوازي ان شاء الله، وما ادراك ما التوالي والتوازي، هيبقى عندنا قانونين تقريبا، هنقعد حصتين كلها فيها قانونين تقريبا. فالموضوع مش بكتر القوانين، يعني اول حصتين فيهم قوانين كتير بس الموضوع سهل. الحصه اللي جايه بقى كلها تقريبا قوانين فيها قليله جدا بس الموضوع فيها قايم على الفهم اكتر بكتير. فما تتضايقش دلوقتي، انت تتمنى يوم من الايام دي لما نخش في المنهج قدام. انا بخوفك، خاف، يلا خاف حبيبي، يلا خاف، ماشي. يبقى انا كده وصلت ان الار بتساوي رو اي ال على ايه، وده اول قانون معانا النهارده. السؤال بقى اللي هيتسال دلوقتي قبل ما نبدا في السبوره الثانيه، الحمد لله اللي خلصت السبوره الاولى، مين هي المقاومه النوعيه اللي بنرمز لها برمز رو اي؟ بس انا اسف مش هعرف اقول لك مين هي المقاومه النوعيه، ولا هعرف اكمل الحصه بتاعت النهارده. انا بعتذر لك، احنا الشرح بتاعنا خلاص النهارده خلص، لان في قصه كده جت في بالي وفي موقف انا لسه فاكره واتاثرت بيه جامد جدا جدا دلوقتي، فشايف ان احنا مش هينفع نكمل المحاضره غير لما احكوا لك. فركز معايا وشغل قلبك مش عقلك، وعايزك تسمع الكلام ده بقلبك وتتاثر بيه جدا جدا، لان القصه دي هتبقى ملهمه في حياتك وهتفرق معاك جدا جدا في الحصه بتاعت النهارده ان شاء الله. ولو خلصت القصه دي ولقيتني بعيط، انا هقفل الحصه ومش مكمل الحصه بعد كده النهارده. خير يا مستر في ايه؟ تعال احكي لك القصه اللي عايز احكيها لك. في يوم من الايام كان في ست عظيمه جدا 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 اتجوزت، وبعد ما اتجوزت ربنا رزقها بتوأم، وبعد ما ربنا رزقها بتوأم جوزها ماتت، فبقت هي اللي شايله مسؤوليه عيالها. تعال احكي لك واقول لك ان الست العظيمه دي بنسميها المقاومه الكهربيه، اللي بنرمز لها برمز اسمه ار. بعد ما جوزها مات، الست دي قررت تسمي التوأم بتوعها اسمين. الاسم الاولاني سميته المقاومه النوعيه، والابن الاول ده كان شكله، وكانت بتدلعه بالانجليزي تقول له يا رؤي. يبقى الام العظيمه دي اللي بنتكلم عليها دلوقتي اللي بنسميها المقاومه الكهربائيه، بعد ما جوزها ماتت خلفت عيلين. العيل الاولاني سميته المقاومه النوعيه اللي الرمز بتاعه اسمه رؤي، والعيل الثاني للاسف ده كان شكله، وسميته بالعربي
التوصيليه الكهربيه. وكانت بتدلعه بقرف وهي قرفانه منه لما كبر، وكانت بتقول له بالانجليزي يا سيجما. واوعى تنسى دلع الاسم الاولاني كانت بتقول له يا رو اي. اذا ملخص القصه اللي انا غالبا بسببها هتاثر ومش هكمل الحصه النهارده، ان الام العظيمه اللي اسمها المقاومه الكهربيه خلفت عيلين توأم، عيل اسمه المقاومه النوعيه وسميته رو اي، وعيل اسمه التوصيليه الكهربيه وسميته سيجما. تعالى بقى اكلمك عن العيل ده واكلمك عن العيل ده وتعرف انا ازاي متاثر بيهم قوي كده. انا عايز اقول لك ان المقاومه النوعيه ده ابن المقاومه الكهربيه احسنت تربيته، فطلع ابن بار ما شاء الله عليه، جاب مجموع عالي في ثانويه عامه وبقى شغال شغلانه كويسه جدا جدا، وبقى بيقبض بالدولار وعايش عيشه كويسه جدا جدا. فما شاء الله كل ما المقام بتاع الابن البار ده يعلى، المقام بتاع امه اللي يحصل لها يعلى هو كمان. عشان كده نقدر نقول ان كل ما المقاومه النوعيه تزيد، المقاومه كانت كمان بتزيد، كانت بتفرح. كل ما ده يفرح كل ما امه كمان تفرح. بس للاسف الابن العاق اللي اسمه التوصيليه الكهربيه، المقاومه الكهربيه ما عرفتش تربيه، فللاسف طلع ابن فاسد، جاب مجموع زي الزفت في ثانويه عامه، حياته اتدمرت، بقى حرامي مجرم تاجر مخدرات. فكل ما مقامه في تجاره المخدرات تعلى، اكيد المقام بتاع امه بقى عمال ينزل. عشان كده كل ما التوصيليه الكهربيه اللي بندلعها نقولها يا سيجما تزيد، للاسف امها التوصيليه الكهربيه مقامها هيقل. فالخلاصه انت عايز تقول لي ان المقاومه الكهربيه ليها عيلين بيوصفوها، عيل اسمه المقاومه النوعيه وده ابن بار، فاللي بيحصل له بيحصل المقاومه، وعيل عاق ما عرفش المقاومه الكهربيه تربيه اسمه التوصيليه الكهربيه، فكل ما بيعلى كل ما بيقلل من قيمه اهله اللي هي المقاومه الكهربيه. الخلاصه اللي عايز احكيها لك لحد دلوقتي، نتكلم جد بقى، فكك من الهزار، تعالى بقى نتكلم جد، خلاص كنت بهزر تمام، عشنا اللحظه. تعالى بقى اقول لك ان المقاومه الكهربيه دي ليها يا حبيب قلبي صفتان. كت اهو المقاومه الكهربيه دي ليها صفتان بيوصفوها، صفه اسمها المقاومه النوعيه وصفه اسمها التوصيليه الكهربيه. يبقى المقاومه الكهربيه من الاول تاني ليها صفتان بيوصفوها، صفه اسمها المقاومه النوعيه وصفه اسمها التوصيليه الكهربيه. هما الاثنين عكس بعض في كل حاجه. الدليل على كده ان دي لما تبقى كبيره بتوصف ان المقاومه كبيره، ودي لما تبقى كبيره بتوصف ان المقاومه صغيره. يبقى من الاول تاني المقاومه الكهربيه ليها كام صفه بتوصفها؟ 2، صفه اسمها المقاومه النوعيه وصفه اسمها توصيليه كهربيه. معنى كلامي ده لو انت فهمت ان المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربيه اللي عايز اتكلم عليهم في السبوره دولت حاجتين مش موجودين اصلا، حاجات ما ينفعش نلمسها، دي عباره عن صفات زي الكذب والصدق بالظبط. اذا دي صفه لما بتبقى كبيره بتدل ان المقاومه اللي بتضايق التيار كبيره، ودي صفه لما تبقى كبيره بتدل ان المقاومه اللي بتضايق التيار صغيره. اذا المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه زي بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. تعالى بقى ايه المعلومات اللي تهمنا في المنهج اللي عايزين نعرفها عنهم؟ رقم 1، لو انا حبيت اكتب القانون بتاع الرؤي وقدام اهو اكتب القانون بتاع السيجما، يا باشا انا كل حاجه هقولها هنا اعكسها تبقى الثانيه. لو انا رجعت للسبوره اللي فاتت، هو مش احنا وصلنا ان الار بتساوي رو اي ال على ايه؟ صح. ممكن من هنا تجيب لي الرو اي دي في طرف لوحدها؟ يلا بينا، وسطين في طرفين، يبقى الرو اي بتساوي مين في مين على مين؟ قول ار في ايه على ال. شكرا، يبقى انا كده وصلت ان الرو اي بتساوي ار في ايه على ال. دي صفة عكسها. بقول عكسها معنى كده ان خد القانون ده زي ما هو شقلبه، فبدل ما يبقى ار في ايه على ال شقلب، يبقى الناحية التانية ال على ار في ايه. يا ابن اللعيبة ما هما الاتنين بقى صفتان زي ما احنا قلنا اهو من شوية، عكس بعض في كل حاجة اهو يا عم، عكس بعض في كل حاجة. فلو هنا ار في ايه على ال يبقى هنا ال على ار في ايه. طب خد كمان المعلومة الثانية، وتصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا حبيت أستنتج اليونت وحدة قياس المقاومة النوعية، تعالى نستنتجها من القانون. مش الآر بنقيسها بالأوم، صح؟ مش المساحة، أي مساحة بنقيسها بإيه؟
متر مربع. جميل. مش الطول بنقيسه بالمتر؟ حصل. طب ما التربيع لو راح مع المتر هيتبقى اوم، مش هنا المتر راح مع التربيع يتبقى متر فوق، يبقى اوم في متر، يبقى وحدة قياس المقاومة النوعية اوم في متر. طب لو انت بتفهم بقى، ما دي عكسها، عكسها يا باشا. وطالما عكسها، لما اجي اقول لك ايه الوحده بتاعت التوصيله الكهربيه، تقول لي امسك الوحده دي شقلبها، فلو دي اوم في متر شقلب يبقى دي 1 على اوم في متر. طب بقول لك ايه كمال، ينفع المقام ده نطلعه في البسط؟ طب الاوم والمتر هنا مش اس واحد؟ لو طلعوا فوق يبقوا سالب 1، يبقى اوم اس سالب 1 متر اس سالب 1، وهي دي وحده قياس التوصيليه الكهربيه. يبقى خلاصه السبوره بالقصه اللي احنا عملناها دي، المقاومه الكهربيه ليها صفتان بيوصفوها، صفه اسمها المقاومه النوعيه وصفه اسمها التوصيليه الكهربيه. دي مجرد صفات، يعني حاجه مش موجوده، ما ينفعش نشتريها، ما ينفعش نشوفها، ما ينفعش نمسكها، حاجه مش ماديه. دولت صفات بيوصفوا المقاومه. بيوصفوها ازاي؟ دي صفه لما بتبقى كبيره بتعني ان المقاومه كبيره، العكس دي لما تبقى كبيره بتعني ان المقاومه صغيره. عشان كده عملنا مقارنه بينهم. اول حاجه القانون الرو اي جبناها من هنا بتساوي ار في ايه على ال. الثانيه شقلب عكسها ال على ار في ايه. الوحدات استنتجناها، الار بالاوم، المساحه متر مربع، الطول بالمتر، لما المتر راح مع التربيع اتبقى اوم في متر. طب دي عكسها يبقى 1 على اوم في متر. الاوم في متر هنا وهي في المقام اس 1، فلما طلعت فوق سالب 1. فلو الوحده هنا اوم في متر، الناحيه الثانيه اوم اس سالب 1 متر اس سالب 1. يعني هما الاثنين عكس بعض في كل حاجه، ولكن متفقين في حاجه واحده تكاد تكون دي اهم معلومه هكتبها على السبوره. هما الاثنين اخوات بقى، فاكيد في صفه بيتفقوا فيها. هما الاثنين اسمع صفتان مميزتان للمادة، على الرغم ان هما الاثنين مختلفين في كل حاجة، بس الحاجة الوحيدة اللي بيتفقوا فيها ان هما الاثنين صفات بتميز المادة. يعني ايه كلمة صفات بتميز المادة؟ يا رب اكتبها وتفهم. الجملة دي معناها ان هما الاثنين لا يتغيروا، اسمع، الا بتغير نوع المادة أو درجة الحرارة. يبقى من الأول تاني الحتة دي مهمة جدا. معنى كلمة صفات مميزة للمادة أي إن الاتنين دولت يا حبيب قلب أخوك لا يتغيروا إلا بتغير، علي صوتك، نوع المادة أو درجة الحرارة. مستر فهمني أكتر يعني إيه؟ تعال أقول لك. أنت بتقول إن دي ودي بيميزوا المادة، صح؟ أسأل سؤال ب7 مليون جنيه تتجنن إن شاء الله. أجيب لك منين 7 مليون جنيه يعني؟ لو جاوبت السؤال ده يبقى أنت معلم. لو أنا عندي سلك عامل كده، السلك ده معمول من الكبر، من النحاس. طيب، وعندي سلك تاني عامل كده، والسلك ده برضو معمول من الكبر، من النحاس. الاتنين دولت ايه رايك يا كمال؟ هل ليهم نفس الطول؟ لا. طب ليهم نفس مساحه المقطع؟ لا. بس هما الاثنين مصنوعين منين؟ نحاس. من النحاس. يعني هما الاثنين من نفس الايه؟ الماده. حلو قوي. وانا لسه بقول لك ان المقاومه النوعيه دي صفه مميزه للماده، يعني لا تتغير الا بتغير نوع الماده. يعني انت عايز تقول لي ان لو المقاومه النوعيه هنا مثلا كانت ب10 اس سالب 7، يبقى المقاومه النوعيه هنا بكام؟ في بعض البصاميك بقى تقول لك ايه؟ اكيد مش 10 اس سالب 7، اصل هنا الطول اتغير، اصل هنا المساحه اتغيرت. انت يالا احنا لسه قايلين يالا ان المقاومه النوعيه يالا لا تتغير الا بتغير نوع الماده. فطالما نوع الماده هنا هو نوع الماده هنا، يبقى المقاومه النوعيه ثابته. فلو هنا 10 اس سالب 7 يبقى هنا برضو كام يا كمال؟ 10 أس. شكرا. اذا المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه صفات بتميز الماده، ولا ليها علاقه بالطول ولا ليها علاقه بالمساحه.
معنى كده ان هما الاثنين لا يتغيروا الا بتغير نوع الماده او درجه الحراره. يعني على الرغم ان الرو اي مثلا بتساوي ار في اي على ال، ولكنها لا تعتمد ولا على الاي ولا على ال. السلك تخن، السلك اترفع، السلك اتنى، السلك اتمط، السلك بقى جن ازرق، طالما نوع الماده زي ما هو المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه زي ما هم. هنا برضو على الرغم ان هي بتساوي ال على ار اي، ولكنها لا تعتمد ولا على ال ولا على الاي. يبقى السيجما والرو اي صفتين بيوصفوا المقاومه. بيوصفوها ازاي؟ لو زادت تزود المقاومه، حلو قوي، ولو قلت تقلل. والتوصيليه الكهربائيه لو زادت تقلل المقاومه النوعيه، لو زادت تزود المقاومه. هما الاثنين بيوصفوا المقاومه. طب ايه الحاجه الوحيده اللي مشتركين فيها؟ ان هما الاثنين بيميزوا الماده، يعني لا يتغيروا الا بتغير نوع الماده او الحراره. يعني لو انا عندي سلكين طولهم مختلف ومساحتهم مختلفه، بس هما الاثنين مصنوعان من نفس الماده، هيكون ليهم نفس المقاومه النوعيه ونفس التوصيليه الكهربائيه. يعني لو التوصيليه الكهربائيه مثلا هنا بزفت، يبقى التوصيليه الكهربائيه برضو هنا بزفت، لان السلكين مصنوعان من نفس الماده. يا رب تبقى فهمتوا الحته دي علشان خطيره ومهمه جدا 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 جدا. يبقى الخلاصه تاني مش هعديها الحته دي. المقاومة الكهربائية دي حاجة موجودة، ممكن نروح من المحلات نشتريها، مقاومة بتبقى موجودة في السلك. ماشي. ليها صفتين مش بنشوفهم بس بيوصفوا المقاومة. صفة اسمها المقاومة النوعية، صفة اسمها التوصيلية الكهربائية. دي زي المقاومة بالظبط، لو زادت تزود المقاومة. أما دي عكس المقاومة، لو زادت تقلل المقاومة. عشان كده هما الاثنين عكس بعض في كل حاجه. دي القانون بتاعها ار في اي على ال، طب دي القانون بتاعها ال على ار في اي. دي الوحده بتاعتها اوم في متر، بس دي الوحده بتاعتها اوم اس سالب 1 متر سالب 1. طب هما الاثنين بيشتركوا في ايه؟ ان هما الاثنين صفتان مميزتان للماده. لما اجي اقول لك المقاومه النوعيه صفه بتميز الماده دي، يبقى علشان اغيرها لازم اغير نوع الماده دي، يبقى لا يتغيروا الا بتغير نوع الماده. صحيح. طب ايه علاقه الحراره؟ ما اللي بيفهم كيمياء، ما انا اوريدي لو غيرت الحراره وغيرت مين؟ نوع الماده، فهي. طيب وبعد كده خدنا عليها مثال مهم جدا، قلنا لو احنا عندنا سلكين من النحاس ما لهمش نفس الطول ولا ليهم نفس المساحه، بس الاثنين من النحاس، يعني الاثنين من نفس الماده، فيبقى الاثنين ساعتها ليهم نفس المقاومه النوعيه وليهم نفس التوصيليه الكهربائيه. عشان قلبي يطمن من الحته دي عايز اسال سؤال. بسم الله. لو انا قلت لك ارسم لي علاقة ما بين الرو اي والال، وارسم لي علاقة ما بين السيجما والاي. نبدأ أول حاجة الحل الغلط بتاع البصمجية اللي ربنا ياخدهم بإذن الله، لا ياخدهم لا يتوب عليهم. البصمجي يقول لك ايه يا عم؟ يا سهلة يا عم، دي سهلة بقى. ما انت اهو يا عم لسه مذاكر لنا ان الرو اي بتساوي ار في ايه على ال. يا عم سهلة دي سهلة سهلة. اهو الرو اي مع ال علاقه عكسيه، صفر ان شاء الله باذن الله، صفر اخر السنه باذن الله. وابقى فرحان فيك لو انت بتفكر في كده. ليه بقى؟ انا لسه قايل لك يالا حمار يالا، اسمع كلام اخوك الكبير يالا، لسه قايل لك يالا ان المقاومه النوعيه صفه بتميز الماده، ولا ليها علاقه ولا بالمساحه ولا بالطول. فمهما الطول زاد الطول قل، المقاومه النوعيه تظل ايه؟ ثابته. يبقى الاجابه داله ثابته بالمنظر ده كده. السؤال ده عندنا في الواجب النهارده مهم جدا. طب تعالى الناحيه الثانيه، يلا. ايه العلاقه بين السيجما والايه؟ يطلع نفس العيال البصمجي اللي ربنا ما تابش عليه لحد دلوقتي، ربنا يا رب يتوب عليه لا ياخده. يقول لك ايه بقى؟ يا عم سيجما بقى اهي اشرف حسام اخويا، ما تقولش اخويا بس ساعتها. السيجما اهي بتساوي ال على ار ايه يا عم؟ اهي يا عم. السيجما مع الايه في المقام والسيجما في البسط، اديله علاقه عكسيه، صفر باذن الله. باذن الله صفر باذن الله لو انت بتفكر بالطريقه دي. اما لو انت معلم تقول له مستر لا ده اخويا اشرف حبيبي، بقول بقى ساعتها اخويا وحبيبي لو انت من الناس دي عشان انا بحبك بقى ساعتها. اما التانيين ربنا ياخده. اخويا اشرف حبيبي قال لي السيجما صفه بتميز الماده، يعني لا تتغير الا بتغير نوع الماده. هو انا لو عندي سلك مساحته زادت او قلت هل ده اثر على نوع الماده؟ لا. فمهما غيرت في المساحه نوع الماده هيفضل ثابت، وبالتالي السيجما تظل ثابته. والسؤال ده برضو عندنا في الواجب، السؤالين دولت مهمين جدا جدا جدا. شوف الحته دي انا اهتميت بيها ازاي عشان هتتكرر عندنا في 100 فكره النهارده. يبقى المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه
دي صفات بتوصف المقاومه، هما الاثنين لا يتغيروا الا بتغير نوع الماده والحراره، ولا ليهم علاقه بالطول ولا ليهم علاقه بالمساحه. يا رب تبقى الحته دي عدت على خير. طيب تعالى بقى اقول لحضرتك على يعتبر خلاص اخر سبوره ممكن تبقى معانا، يبقى خلصنا فيها الشرح بتاع النهارده كله، وبقيه الحصه النهارده كلها حل. شفت الدلع ازاي؟ شرح النهارده اقل من الاسبوع اللي فات بكتير، بس في كام قانون كده علشان اقولهم لازم اعمل لهم دخله الاول، والدخله دي معتمده على حد كان بيذاكر في ثانيه ثانوي اللي هو مش انت يعني. فانا عايز افكرك كده بكام قانون من ثانيه ثانوي يا رب تبقى فاكرهم. مبدئيا بس كده، هو انا لو جيت على جنب ورسمت لك سلك بالمنظر ده كده ماشي، السلك ده احنا اتفقنا لو انت خلاص بقى ان ليه طول بنرمز له برمز ال اللي بنسميه طول الموصل، وليه الحته دي اللي احنا بنسميها مساحه المقطع اللي بنرمز لها برمز ايه. كمان هو السلك ده هندسيا على هيئه ايه؟ على هيئه اسطوانه. اسطوانه. حلو قوي. يعني لما اجي اقول لك كده على جنب احسب لي الفوليوم، مش فوليوم يعني حجم. لما اجي اقول لك احسب لي حجم السلك، مش كاني بقول لك بالظبط احسب لي حجم الاسطوانه. ما انت لسه قايل يا عم اهو ان السلك هندسيا على هيئه اسطوانه، فلما اجي اقول لك احسب لي حجم السلك كاني بقول لك بالظبط احسب لي حجم الاسطوانه. اللي نجح بقى في 5 ابتدائي وهو صغير من غير ما يغش عارف ان حجم الاسطوانه بتساوي مساحه القاعده في الارتفاع. قول معايا تاني، حجم الاسطوانه بيساوي مساحه القاعده في الارتفاع. قول، حجم الاسطوانه بيساوي مساحه القاعده في الارتفاع. فمساحه القاعده اللي اسمها ايه؟ الارتفاع اللي اسمه ال. ومن هنا جه القانون اللي مهم جدا 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 اللي بيقول لي ان الفوليوم حجم السلك بيساوي الايه في ال. امين؟ امين. طب حاجه كمان سمحت، يعني كلنا عارفين من تانية ثانوي ان في حاجه اسمها رو، اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات، اللي اسمها الكثافه. وكلنا عارفين من تانية ثانوي على ما اعتقد مصر كلها عارفه القانون ده، خدناه زمان في العلوم، والسنه اللي فاتت كان عندك منهج كامل قايم عليه، كان في حصه ولا حصتين كاملين قايمه عليه. لما مدرستك المحترم بتاع تانية ثانوي لو انت كنت متابعنا اكيد فاكر الكلام ده، لما قلنا ان الرو الكثافه بتساوي الام على فوليوم. الام اللي هي الكتله اللي بنقيسها بالكيلو جرام، الفوليوم اللي هو الحجم اللي بنقيسه بالمتر مكعب. عشان كده حتى كنا بنقول لك ساعتها لو انت فاكر ان الكثافه الوحده بتاعتها كيلو جرام على متر مكعب. فالقانونين دولت مهمين جدا جدا. يبقى خلاص احنا عايزين نبقى متفقين ان حجم السلك بيساوي الايه في ال، وان الكثافه بتساوي الكتله على الحجم. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ لحد دلوقتي في اعتراض؟ طيب استاذنك ممكن من هنا تجيب لي الفوليوم في طرف لوحده من القانون ده؟ قوي قوي. ما انت كاتب ان الرو بتساوي ام على فوليوم، الرو مقامها 1، انا عايز اجيب الفوليوم في طرف لوحده. اللي شاف الكورس التاسيسي انا معلمك عشان اجيب الفوليوم في الطريق ده، عشان اجيبه ابدا باني طريق بالتاني، يبقى مين في مين؟ ام في 1 على رو، يبقى ام في 1 بام على رو، يبقى انا كده اثبتت لك ان الفوليوم بتساوي ام على رو. كلام جميل؟ الدنيا حلوه؟ طب فهمتوا يعني؟ الكلام ده سهل؟ الكلام ده مش علينا، مش مطالبين بيه دلوقتي. لا والله بتكلم جد. الكلام ده انا هاخده واستفاد بيه، استنتج حاجات هي بقى دي اللي علينا. ايه اللي علينا؟ صلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. باشا هو مش احنا عارفين بعد اذنك يعني ان الار حضرتك قلت لنا ان هي بتساوي رو اي ال على ايه؟ حصل. طب معلش استاذنك انا هاجي هنا هعمل كده حركتين عايزك تركز فيهم. انا هكتب القانون ده هو يا باشا بس مرتين، هو بس اعمل ايه بقى؟ مره هنزل الرو اي وانزل ال، ركز معايا هعمل ايه؟ مره هنزل الرو اي وانزل ال واسيب مكان الايه فاضي، ومره هنزل الرو اي وانزل الايه واسيب مكان ال فاضي. يبقى انا كتبت القانون الاول اللي انا بدات بيه الحصه النهارده ان الار بتساوي رو اي ال على ايه. قشطه. بعد كده نزلت الرو اي ونزلت ال وهعوض عن الايه، او نزلت الرو اي والايه وهعوض عن ال. تعالى بقى انا هنا نزلت الرو اي والال، يبقى انا عايز اعوض عن مين؟ عن الايه. نعوض عليها بايه؟ تعالى
ممكن من اول سطر ده تجيب لي الايه بتساوي ايه؟ من هنا الايه اخلص بتساوي فوليوم على ال، فانا هشيل الايه واحط بدلها فوليوم على ال. الناس الشاطره الرياضه بس هيردوا عليا، يلا بينا. انا هنزل رو اي وانزل الفوليوم. الناس الشاطره مش ال هنا اسمها مقام المقام، ومقام المقام يطلع بسط، ال تطلع فوق تتضرب في ال تبقى ال تربيع، اقفش. هو ده القانون اللي انا عايزه. يبقى انا اثبتت لك زي ما الار خدنا في اول حصه بتساوي رو اي ال على ايه، اثبتنا دلوقتي ان هي بتساوي رو اي ال سكوير على الفوليوم. طب اللي فهم اول اثبات تعرف تثبت معايا الثاني؟ يلا بينا. انا نزلت الار، نزلت الرو اي، نزلت الايه، وهعوض عن ال. من هنا ال يلا يا ولا بتساوي مين على مين؟ فوليوم على ايه. فانا هشيل ال اهو واحط بدلها فوليوم على ايه. مش احنا عندنا قاعده بتقول يلا باشا مقام المقام يطلع بسط؟ حصل. طب المقام بتاع البسط ينزل مقام، مقام المقام يطلع بسط. طب الايه الحمراء دي، الايه الحمراء الايه الحمراء مش هي المقام بتاع البسط؟ مقام المقام بيطلع بسط، طب المقام بتاع البسط بينزل مقام، فالايه تتضرب في الايه تبقى ايه تربيع، فيبقى رو اي فوليوم على ايه سكوير، اقفش. هو ده القانون الثاني. يبقى انا كده اثبت زي ما الار بسم الله زي ما الار بتساوي رو اي ال على ايه، اثبتت ان هي ليها قانونين كمان. ايه هما؟ رو اي ال سكوير على فوليوم، او رو اي فوليوم على اي سكوير. بالمناسبه الاثباتين اللي انا عملتهم دولت فهمتهم سهلين؟ الدنيا حلوه؟ مش عليك ها، اللي عليك بس القوانين، انك تبقى عارف ان الار بتساوي رو اي ال على ايه، وفي نفس الوقت بتساوي رو اي ال سكوير على فوليوم، او رو اي فوليوم على اي سكوير. تبقى عارف القوانين الثلاثه دولت زي اسمك. طب معلش بقى لي اثباتين كمان زيهم، وبعد ما اثبتهم هقول لك بس الحصه خلاص خلصت، والله العظيم 3 ما عندناش قوانين تاني. استحمل بقى معايا اخر معلومه اهو. طيب بص بقى، مش انت وصلت ان الار ليها قانون تاني اهو اللي هو رو اي ال سكوير على فوليوم، واثبتت ان الار بتساوي رو اي فوليوم على اي سكوير. هعمل هنا اثبات وهعمل هنا اثبات. ركز معايا بقى هعمل ايه. انا هنا هنزل الرو اي وهنزل ال سكوير، وهنا هنزل الرو اي وهنزل الاي سكوير. معنى كده ان انا عايز هنا وهنا اشيل مين؟ اشيل الفوليوم. طب هشيل الفوليوم واحط بداله مين؟ ده اللي هو مين يلا؟ ام على رو. طب انا هنا لو شلت الفوليوم وحطيت بداله ام على رو، وهنا هشيل الفوليوم واحط بداله ام على رو. اللي فهموا رياضه وفهموا الاثبات اللي فات هم اللي هيكملوا معايا الاثبات ده. الرو هنا مقام المقام تطلع بسط، بس الرو هنا مقام البسط تنزل مقام. طب لما الرو تطلع فوق تبقى رو اي رو ال سكوير على ام. طب الرو هنا تنزل تحت هتبقى رو اي ام على رو اي سكوير. ونقدر نقول نكتفي بهذا القدر النهارده من حيث القوانين، ما عندناش قوانين تاني. بالمناسبه السبوره دي فهمتوها سهله تمام؟ مش عليك، كل اللي عليك الاربع قوانين دولت بس، 1 2 3 4، مش عايز منك حاجه تاني. يبقى كل اللي عايزك تبقى عارفه الاربع قوانين دولت بس. يعني الهيصه اللي انا عملتها في السبوره دي والله ما عايز منك غير الاربع قوانين دولت بس. اللي انا ما كانش ينفع اقول لك بص دولت القوانين احفظهم، فانا فهمتك هما جم منين الاول. الهيصه دي كلها علشان نفهم بس فهمنا خلاص. اخر السنه انا مش هتسال في ده، مش هتسال في اثباته، انا هتسال ان انا ابقى مذاكر الاربع قوانين دولت كويس جدا. يبقى كده الار خدنا ليها في اول الحصه قانون، واثبتنا 4 قوانين كمان. تيجي يا كمال بقى نعمل حركه حلوه جدا، نعمل مخطط للار زي ما عملنا الاسبوع اللي فات مخطط للاي. تعالى يا باشا نعمل احلى مخطط للار عشان نبقى لمينا لك قوانين الار كلها برضو في 7 قوانين، عشان وانت بتذاكر النهارده او بتحل تبقى عمال تدعي لنا دعوات حلوه على المخطط ده، عشان نبقى لمينا لك القصه بتاعت الار كلها في سبوره واحده. بسم الله توكلت على الله. اول قانون عايزين نبقى عارفينه اللي بدانا بيه النهارده من اول حصه اهو، لما قلنا ان الار بتساوي رو اي ال على ايه. ماشي بسم الله. ادي الار بتساوي يا بطل الابطال رو اي ال على ايه.
القانون التاني عايز اقفشه منين؟ عايز اقفشه من هنا. ايه رايك يا عصمت او ايه رايك بقى كمال؟ عصمت لسه ما جاش. لو جبنا الار هنا في طرف لوحده من قانون السيجما، مش انا ممكن اطلع الار فوق واجيب السيجما تحت؟ فتبقى الار بتساوي ال على سيجما ايه؟ يلا بينا. يبقى الار بتساوي ال على سيجما ايه؟ وعلى فكره ممكن نقولها بطريقه اشيك. انا ممكن امسك القانون ده اروح منزل ال واروح منزل الايه. مش هنا مكتوب رو اي؟ انا لو حبيت اشيل الرو اي احط سيجما ولا مقلوبها؟ مقلوبها، اللي هو 1 على سيجما. ادي 1 على سيجما، وانا كده كده عارف ان الواحد ده مش بيتكتب ملوش لازمه. يبقى الار لحد دلوقتي ليها قانونين، رو اي ال على ايه او ال على سيجما ايه. يطلع حد يقول لي مستر امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ ايه القرف ده؟ ده لو عندي رو اي وده لو عندي سيجما. ماشي. بعد كده هنحط القانونين بتوع الار اللي احنا اثبتناهم اللي فيهم الحجوم. فين؟ اهم اول اتنين دولت. الاولاني اللي هو رو اي ال سكوير على فوليوم، وهنا رو اي، عايز اوريه قدام حضرتك اهو، رو اي فوليوم على اي سكوير. يبقى رو اي فوليوم على اي سكوير. بعد كده هنحط القانونين اللي فيهم كتل، ده وده. وبص انا هكتبهم ازاي عشان انا بحب وانا بكتبهم اغنيهم، دوت ارخم اتنين. فانا عامل لهم اغنيه كده، لو تعرف حد من دفعه السنه اللي فاتت او اللي قبلها هتلاقيها حافظها لحد دلوقتي. كنا بنغنيها ازاي؟ بص اقولها ازاي. الار بتساوي رو اي رو ال تربيع على ام، او رو اي ام على رو اي تربيع. عايزك تغنيها معايا. غني. ار بتساوي رو اي رو ال تربيع على ام، او رو اي ام على رو اي تربيع. قول ار بتساوي رو اي رو ال تربيع على ام، او رو اي ام على رو اي تربيع. فاينلي واخيرا ده بسميه قانون الغلابه، وده القانون اللي احنا خدناه الاسبوع اللي فات اللي قال لي ان الار بتساوي في على واي. ده احلى مخطط للار اللي هي المقاومه الكهربيه اللي بنقيسها بوحده الاوم ممكن تشوفه في حياتك على مسؤوليتي قدام ربنا سبحانه وتعالى. في اول حصتين ما عندناش قانون الار في المنهج غير دولت، يعني مش هنعرف نخترع قانون تاني، ما عندناش غيرهم. السؤال بقى اللي يتسال هنا، انت يا اشرف حسام لما عملت مخطط القانون بتاع الاي الاسبوع اللي فات كنت قلت لنا على كل قانون في علامه مميزه امتى نستخدمها. ممكن تقول لنا هنا ايه العلامات المميزه عشان نعرف نستخدم القانون ده امتى؟ حاضر، عينيا يا باشا. يا عم انت حبيبي عينيا. بص يا سيدي، ده مثلا تقول لي كده، انا هبدا بالاثنين دول. ده بستخدمه لو عندي حجوم مع اطوال. هنا لو عندي حجوم مع مساحات، عايزك تقول معايا. يبقى ده حجوم مع اطوال. طب هنا حجوم مع مساحات، قول حجوم مع اطوال. هنا حجوم مع مساحات. هنا بقى لو عندي كتل مع اطوال، يبقى الناحيه الثانيه سامعك والله وانت بتقولها، كتل مع مساحات. يبقى ايه العلامه المميزه في كل قانون؟ دولت اصعب اربعه، 1 2 3 4. ده حجوم مع اطوال، ده حجوم مع مساحات، ده لو عندي في المعطيات كتل مع اطوال، ده لو عندي كتل مع مساحات. اما الاثنين دولت بقى، عارف ايه اكتر حاجه بتميزهم؟ ان فيهم اطوال ومساحات في نفس الوقت. يعني ايه؟ 1 2 3 4. الاربع قوانين دولت حد خد باله هتلاقي فيهم يا طول يا مساحه. بص هنا في طول مفيش مساحه، هنا في طول مفيش مساحه، هنا في مساحه مفيش طول، هنا في مساحه مفيش طول. اما الاثنين دولت اللي بيميزهم ان فيهم طول ومساحه في نفس الوقت. بس طبعا ده طول ومساحه مع مقاومه نوعيه، ده طول ومساحه مع التوصيليه الكهربائيه. وطبعا ده مش محتاج اعمل حاجه بتميزه، ده بتاع الغلابه، ده تحيا مصر، ده في على اي. يبقى اللي فيه فرق الجهد والاي شد التيار ده مش محتاج حاجه تميزه. يبقى خلاص امتى افكر في اول اتنين؟ لو المساله فيها اطوال ومساحات في نفس الوقت. طيب مفيش اطوال ومساحات في نفس الوقت، افكر بقى امتى؟ ده لو عندي حجوم مع اطوال، ده اضرب نفسك بالقلم لو ما قلتش. كتل مع اطوال، ده حجوم مع مساحات، كتل مع مساحات. يبقى من الاول تاني لخبطك. اول اتنين لو في اطوال ومساحات في نفس الوقت، استنى لخبطك. طب ده كتل مع اطوال،
طب ده حجوم مع مساحات. طب ده كتل مع مساحات. طب ده حجوم مع طول. يبقى طب ده كتل مع طول. يبقى كل قانون لازم ابقى مذاكر امتى استخدمه، وده ملخص الحصه بتاعتنا كلها لحد دلوقتي. انا خلاص اخش حل، يعني ما عنديش معلومات تاني. حصه بقى النهارده عباره عن تعويض مباشر في الكلام ده، وش كام فكره كده في النسب، وهنفهم يعني ايه نسب كمان شويه دلوقتي. كلها عباره عن حل، ما عنديش حاجه تانية هقولها في الحصه. فعلشان كده عايز بقى نعمل ملخص احنا عملنا ايه النهارده لحد دلوقتي، بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي كده عليه الصلاه والسلام. كل اللي احنا عملناه لحد دلوقتي ان احنا بدأنا بمراجعة اهم المعلومات اللي احنا محتاجينها الاسبوع. النهارده رجعنا عليها الاسبوع اللي فات. قلنا ان الار اثبتنا ان هي بتساوي في على اي، بس في نفس الوقت قلنا ان هي لا تعتمد ولا على في ولا على اي. امال بتعتمد على ايه؟ تعتمد على الطول والمساحة. مع الطول علاقة طردية، مع المساحة علاقة عكسية. جمعناهم مع بعض فبقت الار طردي مع ال على ايه. عشان نشيل علامه التناسب ونحط يساوي لازم نحط رقم ثابت اللي العلماء هم اللي سموه رو ايه. ويعني ايه رو ايه؟ قلنا بس يعرف اسمها لحد دلوقتي، اسمها المقاومه النوعيه. عشان نوصل للقانون الرئيسي اللي معانا النهارده، قانون الام النهارده، ان الار بتساوي رو اي ال على ايه. بعد كده حكينا القصه المؤثره لما قلنا كان في أمة عظيمة اسمها المقاومة الكهربية، خلفت عيلين، عيل بار وعيل عاق، هما الاثنين بيوصفوها. يعني دولت مش موجودين في الحياة أصلا بس بيوصفوا أمهم. سبحان الله. الابن البار اسمه المقاومة النوعية، وقلنا عليه بار عشان كل ما يعلى بيعمل إيه في أمه؟ بيعليها. أما الابن العاق، الابن العاق كل ما يعلى كل ما يعلى هيعمل إيه في أهله؟ هيوطيهم. مش أنت يعني. يبقى لما السيجما تزيد الار تقل. معنى كده ان هما الاثنين عكس بعض في كل حاجه. عشان كده حتى القانون كان هنا ار في ايه على ال، بس هنا ال على سيجما ايه. هنا الوحده في متر، بس هنا سالب 1 متر والسالب 1. طب هما الاثنين عكس بعض في كل حاجه الا حاجه واحده، ان هما الاثنين صفتان بيميزوا الماده. يعني ايه بيميزوا الماده؟ يعني لا يتغيروا الا بتغير نوع الماده. قول تاني يلا. لا يتغيروا الا بتغير نوع الماده. يعني لو انا عندي سلكين ما لهمش نفس طول وما لهمش نفس المساحه بس من نفس الماده، يبقى ليهم نفس المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه. عشان كده قلنا على الرغم من المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه القانونين بتوعهم فيهم ايه وال، ولكنهم لا يعتمدوا ولا على ايه ولا على ال. ليه؟ عشان هم الصفات بتميز الماده، يعني لا يتغيروا الا بتغير نوع الماده. بعد كده رحنا خدنا شويه اثباتات والله ما علينا، احنا بس عملناها علشان تفهموا هي جت منين، فطبعا مش هضيع فيها وقت تاني. فبعد ما عملنا اثباتات استنتجنا ان الار زي ما بتساوي رو اي ال على ايه، استنتجنا ليها 4 قوانين كمان. فبعد كده رحنا عملنا لك مخطط جمعنا فيه كل قوانين الار، كل قوانين المقاومه الكهربائيه، سواء اللي خدناه الاسبوع اللي فات او السته اللي احنا خدناهم النهارده. واهم حاجه في المخطط ان احنا علمناك كل قانون امتى تستخدمه. قلت لك اول 2 بنفكر فيهم لو معناش او لو عندنا طول ومساحه في نفس الوقت. طب امتى نفكر في دولت؟ ده حجوم مع اطوال، ده حجوم مع مساحات، ده كتل مع اطوال، ده كتل مع مساحات. وطبعا ده بتاع الغلابه تحيا مصر، مش محتاجين حاجه تميزه. تعالى بقى يا معلم نبتدي نتمرن كده شويه من التمرينات بتاعتنا اللي في الكتاب بتاعنا، على اساس نشوف ازاي هنعرف نستخدم المخطط بتاع الار، وهل هنعرف نختار القانون من وسط ال7 قوانين ولا لا. لو فتحنا الكتاب مع بعض، السؤال الاول يلا عايز تتفرج عليه دلوقتي معايا كانك بتذاكر، وبعد كده وانت بتعمل الواجب هتحل الكلام ده تاني. اوكي. انت مثلا بتتفرج من على الموبايل او من التاب صغير وعايز تفتح معايا الكتاب، ده يفضل تفتح معايا الكتاب عشان تقرا السؤال معايا دلوقتي برضو براحتك مفيش مشكله. السؤال الاول بيقول لي في الشكل المقابل تكون قيمه المقاومه الكهربائيه. طبعا المقاومه هنا يعني عايزنا نحسب الار، ده كلام محترم. طب ايه المعطيات اللي عندي بقى؟ انا عندي طول وعندي مساحه وعندي مقاومه نوعيه، يبقى انا محتاج قانون فيه اطوال ومساحات ومقاومه نوعيه. طبعا ده القانون الاول بتاعنا بتاع الار اللي احنا بدانا بيه الحصه بتاعتنا، ان الار بتساوي رو اي ال على اي. لو دخلنا عوضنا الرؤية عندنا ب 10 أس سالب 6، الطول عندنا بواحد، المساحة 1 ملي مربع. احنا عارفين عشان نحول من ملي متر المتر بنضرب في 10 أس سالب 3، أما ملي مربع لمتر مربع بنضرب في 10 أس سالب 6. فمن غير آلة لو دي راحت مع دي يتبقى 1 على 1 تطلع المقاومة بواحد، وأبوس إيدك اوعى تنسى الوحدة اللي هي أوم، يبقى الإجابة عندنا 1 أوم.
السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل تكون قيمه المقاومه الكهربيه. نفس الفكره، بس لاحظ معايا ان هنا بدل ما اداك الرو اي اداك السيجما، فاحنا محتاجين نكتب القانون اللي فيه اطوال ومساحات وسيجما، اللي هو كان تاني واحد في المخطط لو انت فاكر، اللي هو ال على سيجما اي، ونخش نعوض عادي جدا. ال عندنا ب2، السيجما عندنا ب 10 أس 7، المساحة عندنا 4 ملم مربع، اوعى تنسى لازم نضرب في 10 أس سالب 6. لو دخلنا حسبنا الكلام ده بالآلة هيبقى 2 على 10 أس 7 في 4 في 10 أس سالب 6، يطلع الكلام ده 5 من 100. أبوس إيدك اوعى تنسى الوحدة، يبقى 5 من 100 أوم، يبقى الإجابة الصح رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي سلك من النحاس طوله 35 متر، يبقى انا معايا الطول ونصف قطره. اقف بقى، ايه حوار نصف القطر ده اللي احنا عارفين ان الرمز بتاعه اسمه ار؟ هو مش احنا قلنا من شويه ان السلك هندسيا بيكون على هيئه اسطوانه؟ وعلى فكره الكلام ده هيتغير بنسبه كبيره الاسبوع الجاي، لان السلك بيبقى على هيئه اسطوانه او كذا او كذا. ايه كذا وكذا ده هنعرفه من الاسبوع الجاي ان شاء الله، مش النهارده. بس الطبيعي اللي احنا عارفينه لحد دلوقتي ان السلك على هيئه اسطوانه. طب مش احنا عارفين ان الحته دي بنسميها مساحه المقطع اللي هي على هيئه دايره؟ احيانا بدل ما بديك مساحه المقطع بديك نصف القطر، بناء على ان حضرتك عارف من زمان ان مساحه الدايره بتساوي باي ار سكوير، فانا من الار اعرف اجيب الايه. ففي المساله اللي فاتت واللي قبلها هو كان محترم ومديك المساحه على طول، هو هنا اداك نص القطر اللي انت هتعوض بيه هنا عشان تخش تجيب المساحه، مفيش مشكله. خلي بالك ده المره دي مديك المقاومه كمان، وبيقول لك احسب بقى انت المقاومه النوعيه. يبقى احنا عايزين قانون من الار في مقاومات واطوال ومساحات ومقاومه نوعيه. الار بتساوي رو اي ال على ايه، بس احنا مش عايزين الار، احنا عايزين الرو اي. هاتها في طرف لوحدها، نضرب وسطين في طرفين، يبقى مين في مين على مين؟ ار في ايه على ال. اللي فينا الشاطر اصلا ممكن كانت تبقى مذاكره القانون ده على طول وتخش تكتبه من اول مره. طيب احنا اتفقنا بس اخر خطوه قبل التعويض ان احنا كل حاجه زي ما هي. المساحه احنا معانا نصف القطر، فهنشيلها ونحط بدلها باي ار تربيع ونخش نعوض. الار عندنا ب 405 من 1000، كلام محترم. المساحه بتساوي باي ار تربيع، يبقى باي في نصف القطر عندنا ب7 من 10 ملم، يعني محتاجين نضرب في 10 أس سالب 3 وبعد كده نحط التربيع بتاع الار. خلي بالك من الحته دي، اصل في ناس بتربع وبعد كده تحول. لا، انا بحول وبعد كده بربع. البصمجيه بتوع الرياضه انا بحول وبعد كده بربع. هو كان مليمتر. طب حد يقول يا مستر ما انت المساله اللي فاتت ضربت في 10 سالب 6، ده كان مليمتر مربع، بس انا هنا بحول وحده اطوال مليمتر، فمن مليمتر لمتر اضرب في 10 سالب 3 وبعد كده نربع على الطول اللي هو مديهولنا ب 35 متر. ده متظبط مش هنعمل فيه حاجه. ونخش نكتب الكلام ده على الاله، يبقى 405 من 1000 في باي في افتح قوس 7 من 10 في 10 أس سالب 3، اقفل القوس حط التربيع على 35، يطلع لك 1.78 في 10 أس سالب 8. الإجابة الصح رقم د. ولاحظ معايا كمان إن الوحدة زي ما احنا متعودين هي أوم في متر. سؤال رقم 4 بيقول لي إذا كانت المقاومة النوعية يبقى أنا معايا الرو إي فإن التوصيلية الكهربية. حلو السؤال ده، يعني أنا معايا الرو إي وعايز التوصيلية الكهربية. في بعض الناس تقول لك إيه بقى؟ ما أنا عارف إن السيجما بتساوي ال على ار في إيه؟ مش إحنا أصلا عارفين من المخطط بتاع الار إن الار بتساوي ال على سيجما إيه؟ فأنا من هنا لو جبت السيجما هتبقى السيجما بتساوي ال على ار إيه؟ أو في ناس ممكن شاطرين هم مذاكرين القانون ده اللي خدناه النهارده كده كده. بس في مشكلة بقى، أنا ولا معايا ال ولا معايا الار ولا معايا الايه، بس معايا اللي أحلى منهم كلهم، معايا الرو اي. ليه بقى؟ انا عارف ان السيجما بتساوي ال على ار ايه، وفي نفس الوقت هي مقلوب المقاومه النوعيه، مش احنا قلنا هي عكسها مقلوبها؟ فممكن نحسب السيجما عن طريق 1 على رو اي. يعني انا ممكن اعتبر ان السيجما ليها قانونين، ال على ار ايه، ولو امك داعيه لك ده اسهل بكتير، هي مقلوب المقاومه النوعيه. فنمسك المقاومه النوعيه نقلبها، يعني 1 على المقاومه النوعيه اللي هي 1.8 في 10 أس سالب 8. وتعالى نحسب الكلام ده بالآلة. يبقى بسم الله، الآلة هنجت اشتغلت، يبقى 1 على 1.8 في 10 أس سالب 8. هيطلع الكلام ده، بص بقى، يطلع 5 5 5. ده كام 5 دولت؟
عايز اعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 خمسات 1 2 3 4 5 6 7 8.5 يطلع الرقم ده. الرقم ده موجود فين عندك بقى؟ عايزين نشوف الرقم ده موجود فين عندك. ما احنا ممكن نعمل حركة حلوة. احنا اتفقنا لو العلامة اتحركت هنا 1 2 3 4 5 6 7 يعني ممكن نكتب دي 5 في 10 5.5 في 10 أس 7 فدي مش موجودة عندنا هنا. طب لو دخلنا الخمسة دي كمان يعني حركنا العلامة هنا كمان فتبقى 0.5 في 10 أس 8 فدي هي دي واتكلمنا على الحتة دي في الكورس المكثف. كل ما نحرك العلامة شمال كل ما الأس يزيد. طب حلو، هل دي موجودة هنا عندنا في الاختيارات؟ لا، بس تقريبا هنا في غلطة، يمكن دي غلطة بقى ممكن مطبعية، إن دي هنا 55% في 10 أس موجب 8 عشان تبقى الإجابة الصح هي فعلا رقم ج. فعدلها عندك بقى دي 55% في 10 أس 8 عشان تبقى الإجابة الصح عندنا رقم ج. سؤال رقم 5 بيقول لي حاصل ضرب المقاومة النوعية في التوصيلية الكهربائية نقط الواحد. حاصل ضرب المقاومة النوعية في التوصيلية الكهربائية. طب ألعب معاك لعبة حلوة قوي. هو مش احنا لسه قايلين ان التوصيلية الكهربائية مقلوب المقاومة النوعية؟ فأنا ممكن أشيلها وأحط واحد على رو إي، فساعتها الرو إي تروح مع الرو إي فيتبقى واحد، يبقى حاصل ضربهم مش أكبر من واحد ولا أقل من واحد، فحاصل ضربهم بيساوي واحد. ده كان كام سؤال كده في الاختياري عشان اتاكد ان القوانين معانا تمام. تعالى برضو كده نبص على كام مساله عندنا في المقالي علشان نبقى ظبطنا الدنيا. صلوا على سيدنا النبي. تعالى برضو كده نفتح مع بعض الاسئله المقاليه، يعني انت بعد ما تفتح شيت 2 خلص الاختياري كله، تعالى نبص على الاسئله المقاليه نشوف برضو السؤال هيبقى فيه فرق بالنسبه لنا ولا عادي لو احنا فاهمين. السؤال الاول في الاسئله المقاليه بيقول لي سلك من النحاس طوله يبقى انا معايا ال، مساحه مقطعه يبقى انا معايا الايه، عند توصيل طرفيه ببطاريه اصبح فرق الجهد يبقى انا معايا الفي، وشده التيار المر في السلك بيقول لي احسب شده التيار المر في السلك اذا علمت ان المقاومه النوعيه يبقى انا معايا الرو اي. حد لاحظ حاجه؟ انا معايا الرو اي ومعايا الاي ومعايا ال، اللي مذاكر بس هيرد عليا. معايا الرو اي والاي والال، اعرف اخش اجيب مين؟ الار اللي بتساوي رو اي ال على ايه. لو دخلنا عوضنا موضوع خلص يا باشا. الرو اي 1.79 في 10 أس سالب 8، ده كلام محترم. ال معانا يا باشا ب 30. المساحة 2 في 10 أس سالب 6. تعال نشوف نحسب الكلام ده ازاي. 1.79 في 10 أس سالب 8 في 30 على 2 في 10 أس سالب 6 يطلع الكلام ده رقم المعفن ده 0.2685 والمقاومه بنقيسها بالاوم. بس هو مش عايز الار بقى، انت بعد ما جبت الار معاك الار ومعاك الفي وعايزنا نحسب شده التيار، فمحتاجين نرجع للحصه اللي قبلها. شفت بقى موضوع ربط الحصتين ببعض. شده التيار، حد فاكر المخطط بتاع الاي؟ عايزين بقى قانون الاي بيحتوي على الاي وفرق الجهد والمقاومه. اخر واحد خدناه لما قلنا ان الاي بتساوي في على ار، اللي مذاكر الاسبوع اللي فات. طب الفي ب3 والار الرقم المعفن ده اللي احنا لسه جايبينه 0.2685. نحسب الكلام ده على الآلة يبقى 3 على الكلام ده يطلع لنا 11.1 أمبير وهو المطلوب. مسألة حلوة قوي 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 وجامعة ما بين الحصتين. تعالى اللي بعده. السؤال ده رائع. بيقول لي سلك مقاومته النوعية يبقى أنا معايا الرو إي، وطوله يبقى أنا معايا ال. فإذا كان هذا السلك يمر به كذا إلكترون، اللي مذاكر الأسبوع اللي فات بس يا معلم، الرقم لما يتكتب بعديه كلمة إلكترون يبقى ده كده الإن، عدد إلكترونات. طب لو كان اتكتب جنب الرقم إلكترون لكل ثانية 5 ثواني يبقى ده مين؟ اي حد ما قالش الان داش اضرب نفسك بالقلم. قلنا لما يتكتب جنب الرقم الكترون يبقى ده عدد الكترونات اللي هو ان. طب الكترون لكل ثانيه يبقى ده معدل الالكترونات اللي اسمه ان داش. خلال ثانيه يبقى تي عندنا ب1 ثانيه. عند توصيله بمصدر قوته الدفعه الكهربيه 64 فولت. انا ما اعرفش مين القوه الدفعه الكهربيه دي لحد دلوقتي، بس مكتوب 64 فولت. مين اللي بيتقاس بالفولت؟ الفي. عايز ايه؟ احسب نصف قطر السلك. مش احنا عارفين ان السلك على هيئه اسطوانه؟ هو عاوز يحسب نص القطر بتاعت المساحه دي كام، اللي هو الار سمول. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ نتصلوا على سيدنا النبي. خلاص وقت سلام. دلوقتي
انا معايا عدد الالكترونات ومعايا الزمن. هل في قانون خدناه في المخطط بتاع الاي الاسبوع اللي فات في عدد الالكترونات والزمن؟ اللي مذاكر المخطط بتاع الاي انا عارف ان الاي بتساوي ان في اي على تي. حصل. الان ب 2 في 10 اس 19. الاي اللي مذاكر بس الاسبوع اللي فات بما يرضي الله يقول لي كام؟ الاي بكام؟ ها سامعك. رقم ثابت 1 و6 في 10 اس سالب 19. الزمن بواحد. دي هتطير مع دي اصلا فيتبقى 2 في 1 و6 اللي هي 3.2 امبير. اخويا دلوقتي انت كده بقى معاك الاي ومعاك الفي. بالله عليك قول لي من الحصه اللي فاتت فرق الجهد وشده التيار في واي اخش اجيب مين؟ الار اهو جنبها، حيث الار بتساوي في على اي. الفي ب 64 والاي لسه جايبينه 3.2 تطلع 20 تقريبا بس نتاكد. يبقى 64 على 3.2 تطلع 20. لاحظ معايا ان لحد دلوقتي انا ما جيتش جنب حصه النهارده. يبقى انا من المخطط بتاع الاي مخطط الاي جبت شده التيار ومعايا الفي والاي جبت المقاومه الكهربائيه. هو بقى مش عايز الار المقاومه، ده عايز الار بتاعت نص القطر اللي هي الار سمول. نجيبها ازاي؟ مش انت بعد ما جبت المقاومه يا برنس عارف ان الار بتساوي رو اي ال على ايه؟ ايه اللي خلاك تفكر في القانون ده؟ ما انت معاك الار ومعاك الرو اي ومعاك ال فغصب عني وعنك هستخدمه. بس في حاجه، ايه هي؟ هل هنا انا عايز المساحه ولا نص القطر؟ نص القطر. ما احنا قلنا لما يبقى عايز نص القطر بنشيل المساحه ونحط بدلها القانون بتاعها بتاع الرياضه اللي هو باي ار تربيع. فانا اصبح دلوقتي هنا اللي انا محتاجه هو الار تربيع. طب ايه رايك نعمل حركه حلوه انا معلمها لك في الكورس التاسيسي؟ لو الحاجه اللي انت عايزها في المقام طلعها فوق واللي لوحده نزله تحت. يعني وكأن انا هنزل كل حاجه زي ما هي. اما عملت ايه؟ انا عايز الار تربيع طلعها فوق. طب الار كابيتال نزلها تحت عشان تخش تعوض المساله خلصت. بس في حاجه، هو انا عايز هنا ار تربيع ولا ار بس؟ ار بس. الناس اللي مذاكره عشان نشيل التربيع لازم الناحيه الثانيه ناخد الجذر. يبقى عشان اخلص من التربيع بتاع الار اخد جذر الناحيه الثانيه عشان نخش نعوض. تبقى الار بتساوي، خش عوض يا برنس. الرؤية عندنا اهي 3.14 في 10 أس سالب 7. الطول مديهولي أول حاجة في المسألة ب 200. الباي هو قايل لي عليها في المسألة ب 3.14. المقاومة احنا لسه حاسبينها ب 20. انت لو بتفهم كده كده دي هتطير مع دي وخش احسب الكلام ده بالآلة يطلع لك 10 أس سالب 3 متر وهو المطلوب. مسألة حلوة قوي قوي قوي. عجباني ان المسألتين اللي فاتوا دولت في المقالي جامعين ما بين الحصة اللي فاتت وحصة النهارده. تخيل بقى واحد ما حضرش الحصة اللي فاتت، بالله عليك يعرف يحل المسائل بتاعت النهارده دي؟ لا. نتعلم من كده واحنا لسه في اول السنة ان الفيزياء مادة تراكمية. ابوس ايدك، الفيزياء مادة تراكمية. ده معناه ان انت مستواك عمره ما هيبقى كويس، صدقني عمره ما هيبقى كويس غير لما حضرتك تبقى بتحضر بانتظام وبتذاكر بانتظام. فخلي بالك من الحتة دي. تعالى برضو نشوف سؤال رقم 5 في المقالي عشان اتاكد ان انت المخطط بتاع الار اللي احنا عملناه النهارده انت ذاكرته كويس جدا. نقرا كده مع بعض المساله رقم 5 في المقالي. بيقول لي سلك، طبعا احنا في الشيت بنحل بقى كل الاسئله بانتظام بس احنا بنحاول ننقي بعض الاسئله تغطي لنا اللي احنا خدناه النهارده عشان نتاكد ان انت ذاكرت والدنيا معاك حلوه قوي. بيقول لي سلك طوله 2 متر، يبقى انا معايا الطول. كثافه مادته، كثافه اللي الوحده بتاعتها كيلو جرام لكل متر مكعب، دي اللي هي رو. اوعى تقول لي ان دي رو اي، الرو اي اسمها مقاومه نوعيه. كمان المقاومه النوعيه الوحده بتاعتها خدناها النهارده اوم في متر، اما كيلو جرام لمتر مكعب دي كثافه. فاذا كانت المقاومه معانا الار والمقاومه النوعيه هي دي بقى الرو اي. عايز الكتله. اوبا، حد فاكر القانون ان اللي خدناه في المخطط النهارده اللي فيه كتل واطوال؟ كنا حتى بنغنيه الار بتساوي رو اي رو ال تربيع على ام، او رو اي ام على رو اي تربيع. مش دلوقتي خدناهم النهارده؟ بس انا عايز انهي قانون اللي فيه كتل واطوال، يبقى هستخدم الاولاني. انا بس كنت بفكرك بالاثنين. بس هل هنا انا عايز الار؟ لا، ده انا عايز الام. طب ما خلاص، ما اخويا اشرف لسه معلمني اصلا.
لو الحاجه اللي انت عايزها في المقام لو طلعتها فوق، اللي فوق ينزل مكانها تحت، ونخش نعوض من خطوه واحده المساله خلصت. عايز اقول لك ان النوع ده من المسائل اللي مش مذاكر المخطط ممكن يحلها على خطوتين ثلاثه. احنا بطريقتنا الصايعه يالا بتاعت المخطط دي بنحل المساله في خطوه واحده الحمد لله. الرو ايه؟ 10 اس سالب 6. الرو فين 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 فين؟ 7000. السكوير ال ب2، اوعى تنسى التربيع اللي عليها. الار ب2، لو دوست الكلام ده هيطلع لك 14 من 1000، والكتله بنقيسها بالكيلو جرام وهو المطلوب. فاحنا حاولنا كده في الاول نحل لنا اللي هو سكه كده 10 مسائل كلهم قايمين على ان احنا ازاي نعرف نخترق قانون ونعوض فيه. والمسالتين كمان اللي قبل دولت كمان كانوا رابطين ما بين اللي احنا خدناه النهارده والحصه اللي فاتت عشان ندخل الدنيا كلها ببعض. وتعلمنا كمان في المساله دي حركه حلوه قوي، لما يطلب مننا نص القطره ويديهولنا بنشيل المساحه دي اللي هي على هيئه دايره وبنعوض بيها باي ار تربيع. فاتمنى ان احنا نبقى ذاكرنا القوانين وطبقنا عليها عشان تبقى الدنيا ثبتت معانا. وطبعا ده كله كوم، ولسه بقى لما نتفرج على فيديو الواجب على اليوتيوب كوم تاني، ولسه لما تحل بايدك كوم تالت، ولما نمتحن كوم رابع ان شاء الله مستواك يفضل يعلى يعلى يعلى، بس تبقى انت مواكب معانا السيستم اللي احنا ماشيين بيه. صلوا على سيدنا النبي. بعد ما خلصنا الحصه بتاعتنا وشرحناها وخدنا القوانين بمخططاتها وراجعنا عليها، وبعد ما حلينا كمان اسئله فيها تعويض عن القوانين، في منها اللي كان مباشر وفي منها اللي كان مربوط بالحصه اللي فاتت، تعالى اقول لك بقى التريكات اللي احنا جايين عشانها النهارده. احنا النهارده في شيت 2 عندنا لعبتين. لعبه ان انا اجيب لك السلك واعمل فيه تغيير واقول لك التغيير ده عمل ايه في المقاومه، لا اما اجيب لك سلكين واقول لك احسب لي النسبه ما بينهم عشان ما تتوهش مني. بس تعالى نتكلم على اول نوع دلوقتي، ان انا اجيب لك سلك والسلك ده يبقى حصل فيه تعديل واقول لك قول لي التعديل ده هيخلي مقاومه السلك ايه اللي يحصل لها. تعالى اقول لك كده مع بعض مع اول سؤال ونفهم الدنيا، هتلاقي اللعبه حلوه قوي وهتقول لي يا مستر ايه التفاهه دي. السؤال الاول مثلا بيقول لي ماذا يحدث اذا زاد طول موصل للضعف بالنسبه للمقاومه. يعني لو انا عندي سلك طوله زاد للضعف ايه اللي هيحصل للمقاومه؟ اول حاجه بس الطول رمزه ال، هو قال لي زاد، ممكن بعد كده لما يجي يقول لك زاد هتعمل لي جنب الرمز سهم لفوق، ولو قال لي قل هتعمل لي جنب الرمز سهم لتحت. هو هنا زاد فهنعمل سهم لفوق، سهم لفوق معناها ان الطول عمال يزيد. زاد للضعف، ضعف دي يعني كام؟ يعني 2، اكتب فوق ال 2. انا كده ترجمت المساله ان الطول زاد للضعف بقى ب2. بيقول لي بقى ايه اللي حصل للمقاومه؟ اعرف ازاي؟ انا عايز اشرح الكلام بطريقه نطبقها على المسائل السهله والصعبه. بص يا معلم، النوع ده من المسائل هنمشي انا وانت على كام خطوه كده. اولهم 1 اكتب القانون، 2 طير الثوابت، 3 عوض. يبقى انا عايز امشي على 3 خطوات. اكتب القانون، طير الثوابت، عوض. قولهم معايا، اكتب القانون، طير الثوابت، عوض. اوكي، انا عايز اعرف ايه اللي حصل للمقاومه. ادي اول خطوه كتبنا القانون ان الار بتساوي رو اي ال على ايه. جميل، ما انا محتاج قانون يبقى عندي فيه الار والال، فانا ده اللي جه بالي ان الار بتساوي رو اي ال على ايه. دلوقتي انا عندي سلك زودت طوله، هل جبت سيره مساحته؟ لا، ده معناه ان مساحته ثابته. طب ما احنا قلنا تاني خطوه طيار الثوابت، يبقى المساحه هنطيرها. طب حاجه كمان، المقاومه النوعيه، مش احنا قلنا على المقاومه النوعيه النهارده ان هي لا تتغير الا بتغير نوع الماده؟ طب لو انا عندي سلك طوله زاد، هل ده معناه ان انا جيت جنب نوع الماده؟ لا، يبقى نوع الماده ثابت، يبقى المقاومه النوعيه كمان ثابته. خلاص طيرها. يبقى انا كده عملت اول خطوتين. 1 اكتب القانون، 2 اي حاجه ثابته طيرها. الحاجه اللي ما جابش سيرتها يبقى هي ثابته، ما هو المساحه ما جابش سيرتها ثابته طيرها. المقاومه النوعيه لا تتغير الا بتغير نوع الماده. انا لما زودت طول جيت جنب نوع الماده يا ابني انت؟ لا ما جيتش، يبقى ثابته. خلاص طيرها هي كمان وخش عوض. الطول بقى بكام؟ ب2. ده معناه ان الار ب2، ده معناه ان الار هي كمان سوف تزداد للضعف، وهي دي الاجابه اللي هو هيبقى عايزها منك اخر السنه ان شاء الله. يبقى الطريقه بتاعتنا في النوع ده من المسائل سهله جدا. اكتب القانون، طير الثوابت، عوض. قول اكتب القانون، طير الثوابت، عوض، علشان اعرف ايه اللي حصل للمقاومه. اللي بعده اللي ذاكر يلا يقول. زاد طول موصل الضعف، احنا اتفقنا الطول رمزه ال، زاد هنعمل سهم لفوق، للضعف اكتب عليه 2. ماشي،
ونقصت مساحة المقطع. المساحة رمزها ايه؟ قال لي نقصت يبقى نعمل سهم لتحت، للنص يبقى اكتب عند السهم ده نص. حلو قوي. بالنسبة للمقاومة اكتب القانون، ادي الار بتساوي رو اي ال على ايه. تاني خطوة طير الثوابت. ال ثابتة؟ لا يا عم دي بتزيد. هنا الايه ثابته؟ لا يا عم دي بتقل. هنا ما كانش جاب سيرتها فاعتبرناها ثابته طيرناها. حلو قوي. طب الرو ايه ثابت ليه؟ يا مستر ما جابش سيرتها برضه. لا يا عبيط يالا، بس احنا عارفين يالا ان المقاومه النوعيه دي لا تتغير الا بتغير نوع الماده. فانا لو عندي سلك غيرت طوله غيرت مساحته، هل جيت جنب نوع الماده؟ لا، يبقى المقاومه النوعيه ثابته. طيرها اعتبرها مش موجوده. خش عوض. ال ب2، المساحه بنص، 2 على النص تطلع الار بتساوي 4. ده معناه ان المقاومه تزداد الى 4 امثالها. الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ويا رب تبقى فهمت السؤال ده كويس قوي قوي. السؤال اللي بعده يلا بينا. زاد نصف قطر موصل الضعف، نص القطر زاد يبقى سهم لفوق للضعف 2. حلو قوي. يلا اكتب القانون، طير الثوابت، عوض. اول حاجه نكتب القانون، الار بتساوي رو اي ال على ايه. اي حد قال على ايه اضرب نفسك بالقلم. ليه بقى؟ لان احنا اتفقنا لما يبقى عندنا نص القطر، وقلنا الحته دي كتير قوي النهارده، بنشيل الايه ونحط بدلها باي ار تربيع. يبقى اول خطوه اكتب القانون، بس هو هنا شغال انصاف اقطار فشيلنا الايه وحطينا باي ار تربيع. ده كلام محترم جدا. بعد كده اعمل ايه؟ طير الثوابت واحده واحده بقى. هل هنا جاب سيره الطول؟ لا، يبقى الطول ثابت طيره. الباي رقم ثابت طيره. الرو اي لا تتغير الا بتغير نوع الماده. انا لما زودت نص القطر هل جيت جنب نوع الماده؟ لا، يبقى المقاومه النوعيه هي كمان ثابته طيرها. فيتبقى ان الار بتساوي 1 على ار تربيع. ادي يا باشا 1 على ار تربيع، يبقى بتساوي 1 على، خش عوض بقى. الار بكام؟ 2 بس عليه تربيع، يبقى يطلع الكلام ده ربع. معنى كلمه ان الار بربع يبقى الاجابه ان الار تقل للربع. النوع ده من المسائل مهم جدا، تقريبا النهارده نص الواجب على الكلام ده، ده لو مش كله. يعني الواجب النهارده كله قايم والله على الكلام ده. فلازم تبقى متمكن منه تمكن ابن لذينه. يبقى النوع ده من المسائل بنعمل ايه؟ 1 اكتب القانون، 2 طير الثوابت، 3 عوض. مفيش ابسط من كده. انا لو جبت مالك ابني 4 سنين هيعرف يحل الكلام ده صدقني. ماشي، مش قوي يعني. اللي بعده بص بقى، ايه الجديد في المسائل دي او في السبوره دي عن السبوره اللي فاتت؟ لان في ناس هتحس ان الكلام واحد او هو بالظبط. بص بقى، انا عايز اعلمك حاجه. في بعض الالفاظ كده عايزين نذاكرها انا وانت. لما يقول لي في المساله كلمه سحب او تمدد او تم اعاده تشكيل السلك، الالفاظ دي لازم نستفاد منها حاجه. نستفاد منها ايه بقى؟ عارفين يعني ايه كلمه صحبه يا رجاله؟ بالبلدي كده، انا لو عندي سلك لما اجي اقول لك سحبته، عارف يعني ايه سحبته بالبلدي؟ يعني مطيته. فانا لو عندي سلك اتمط، بالله عليك لا انت قايل. بص بص بص، تخيل كده معايا ان ده سلك، تمام؟ مسكت السلك ده مطيته، انتوا اللي هتقولوها لوحدكم ان شاء الله. كمان أيوة. هو انا لما مطيت السلك في كام حاجه اتغيرت؟ 2 ايه هم؟ مساحة والطول. ايه اللي زاد وايه اللي قل؟ المساحة قلت والطول زاد. جميل. يعني باشمهندس كمال بيقول لنا لو انا دلوقتي عندي سلك اتمط، في حاجتين لازم يتغيروا في نفس الوقت، وهما الاثنين بيبقى عكسوا بعض. لازم الطول يزيد بمقدار، وايه اللي يحصل؟ المساحه تقل بنفس المقدار. يعني لو الطول زاد للضعف المساحه تقل للنص. حلو قوي. طب لو الطول زاد 4 امثاله المساحه تبقى 1 على 4. طب لو الطول بقى بزفت المساحه كمان تبقى 1 على 0. جميل. حلو قوي. الكلام ده فقط لما يقول لي لفظ من الثلاثه. مين هم؟ سحب، تمدد، تم اعاده تشكيل السلك. يبقى لما يقول لي في المساله سحب، بستفاد ان في حاجتين بيتغيروا في نفس الوقت، الطول والمساحه. حتى لو ما جابش سيره ان في حاجه اتغيرت، انا ببقى عارف ان في حاجتين اتغيروا. يبقى لما الاقي في المساله كلمه سحب، تمدد، تم اعاده تشكيل السلك، بستفاد ان الطول هيزيد بمقدار والمساحه هتقل بنفس المقدار. تعالى كده نشوف اللي فيه. يلا اهو قال لي سحب يا باشا
من غير ما اكمل المساله، يبقى الطول زاد بمقدار والمساحه قلت بنفس المقدار. تعالى بقى نشوف هو قال لك ايه. الطول زاد للضعف يعني بقى ب2، يبقى المساحه اعكس 1 على 2. يا مستر طب ما السبوره اللي فاتت انت هنا اعتبرت المساحه ثابته. ايوه عشان ما جابش سيرتها. حد يقول لي طب ما هنا كمان ما جابش سيرتها. جاب، قال صحبه. ما هو طالما قال صحبه حتى لو ما قالش ان المساحه اتغيرت يبقى هي اتغيرت. خلي بالك من الحته دي. يبقى لما يقول لي صحبه بستفاد ان ال والايه هما الاثنين بيتغيروا بنسب عكسيه. لو ال بقت بزفت المساحه 1 على زفت، ال ب2 المساحه 1 على 2. بعد كده اعمل نفس اللي انت عملته السبوره اللي فاتت. اكتب القانون، طير الثوابت، عوض. يلا بينا. 1 اكتب القانون اهو الار بتساوي رو اي ال على ايه. جميل. الرو اي ثابته هنطيرها. ليه يا عم؟ لانها لا تتغير الا بتغير نوع الماده. هو انا لو عندي سلك نحاس مطيته هيبقى الومنيوم؟ هيبقى نحاس برضه، يبقى نوع الماده ثابت، يبقى المقاومه النوعيه ثابته. خش عوض. ال 2 المساحه نص، 2 على النص ب4، يبقى ده معناه ان المقاومه سوف تزداد الى 4 امثالها. يلا ده لوحدك بقى، هتعمل بوز وتحاول تحله لوحدك وتشوف حليت ولا لا. وقف. حليت؟ تعال نشوف حلك. تم اعاده تشكيل سلك. ما هو كلمه تم اعاده تشكيل سلك تكافئ كلمه سحب، فطالما قال لي سحب تمدد تم اعاده تشكيل سلك هستفاد ان الطول هيزيد بمقدار والمساحه هتقل بنفس المقدار. الطول زاد كام؟ 4 امثاله، يبقى المساحه 1 على 4 مقلوبها. اعمل الخطوات بتاعتها. 1 اكتب القانون رو اي ال على ايه. 2 طير الثوابت. مين ثابت؟ الرو اي. ليه يا عم؟ لانها لا تتغير الا بتغير نوع الماده او درجه الحراره. هل هنا غيرت نوع الماده لما مطيت السلك؟ لا، يبقى المقاومه النوعيه ثابته. ونخش نعوض نسخه من المساله اللي فاتت. ال ب4 المساحه بربع، يطلع الكلام ده 16، يبقى الاجابه تزداد المقاومه الى 16 امثالها. يا رب نبقى فهمنا الفرق. اول ما يقول لي في المساله ابوس ايدك ركز في الحته دي، سحب تمدد تم اعاده تشكيل السلك، بستفاد ان الطول لو بقى زفت المساحه اعكس 1 على زفت. طب سؤال بقى، هل في جمله تانيه لو قالها بستفاد ان المساحه هي اللي هتزيد والطول هو اللي هيقل؟ يعني هل في كلمة عكس صحبة؟ الكلمة اللي مهمة جدا عايزين نتكلم عليها اسمها سونيا. في فرق بين كلمة أنا هسحب السلك أو هتنيه. سونيا سلك يعني هتني السلك. بالله عليك بقى تخيل كده معايا اهو يا عم إن ده سلك. أوكي مسكت السلك ده رحت تانيه. اسمع تانيت السلك بالمنظر ده كده. ايه اللي حصل لمساحته؟ زادت. ايه اللي حصل لطوله؟ قل. يبقى لما يقول لي سونيا بستفاد العكس، ان المساحه هي اللي هتزيد بمقدار والطول يقل بنفس المقدار، يبقى 1 على زفت. الحته دي مهمه جدا. يبقى خلي بالك كلمه سونيا عكس كلمه سحب او تمدد الطول بيزيد والمساحه بتقل. سونيا لا، دي المساحه بتزيد والطول اللي بيقل. طب اللي فهم تعال نحل السؤال ده. بيقول لي ماذا يحدث اذا سونيا سلك. طالما قال لي سونيا سلك يبقى المساحه هي اللي هتزيد من غير ما اكمل المساله والطول هو اللي هيقل. فزادت مساحته للضعف، يعني المساحه ب2 اعكس الطول بقى هو اللي يبقى 1 على 2. وبعد كده نطبق الخطوات بتاعتنا. اكتب القانون، طير الثوابت، عوض. القانون رو اي ال على ايه. الرو اي ثابته لانها لا تتغير الا بتغير نوع الماده او الحراره. انا لما ادي السلك هل غيرت نوع الماده؟ لا، يبقى زي ما هي. ال بنص، المساحه ب2، اعملها على الاله تطلع ربع، يبقى الاجابه المقاومه سوف تقل للربع. يا رب الحته دي تبقى عدت على خير. افكار مهمه جدا 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 من هنا للصبح، ودي مسائل امتحانات ثانويه عامه والله، فلازم تبقى مذاكرها كويس قوي. تعالى بقى نختم النوع ده عشان نبقى عملنا فيه كل حاجه بفكره حلوه قوي قوي قوي، وجايب لك عليها مسالتين، واحده هنا وواحده في السبوره اللي قبلها، بس نبدا بدي عشان عندنا مساحه ليها شويه. بص بقى،
بيقول لي في المسألة هنا سحب سلك فزاد طوله. اقف، طالما قال لي سحب اخويا اشرف معلمني ان الطول هيزيد بمقدار والمساحة هتقل بنفس المقدار. حد يقول لي يا مستر طب ما المسألة سهلة اهو. لا، اللي رخمها هنا ايه بقى؟ قال لي ان الطول زاد بمقدار 60%. بص بقى، هنتفق اتفاق. الطول قبل ما يزيد احنا بنعتبره بواحد. يعني لما اجي اقول لك ان انا عندي سلك بعتبر الطول كنسبه بكام؟ بواحد. فلما اجي اقول لك زاد بمقدار 60%، هنمسك الواحد اللي كان موجود نجمع عليه 60%. لا نعيد تاني. لما يقول لي، تعالى نعمل لها سبوره كده. لما يقول لي زاد بمقدار او زاد بنسبه، هما الاتنين نفس اللفظ، نعمل ايه؟ هعلمك اهو. تجمع المقدار اللي هو اديهولك على واحد. لما اجي اقول لك ايه؟ مثلا يا رب يبقى فاهمين. اشرف وزنه مثلا 77 كيلو. زاد وزني، انا وزني زاد بمقدار 3 كيلو. حسبت وزني ازاي؟ هتجمع وزني القديم على الشويه اللي زادهم، صح؟ نفس الكلام. انا لما اجي اقول لك السلك زاد طوله 60%، فهنجمع القديم نجمع عليه 60%. طب القديم بكام؟ اي حاجه قديمه بنعتبرها انا وانت بواحد. فاللي فهم تعالى بقى. هو هنا بيقول لي سحب سلك فزاد طوله بمقدار 60%. انا عايز اعرف الطول دلوقتي بقى بكام؟ هو الاول كان بكام؟ واحد. جمعنا عليه كام؟ 60%. 60% دي بتتكتب 60 على 100، فبقى الطول دلوقتي كام؟ 1.6. لو عملت دي بالآلة. يا جماعة انت لو ما وصلتش لدي مش هتعرف تحل. يبقى لما يقول لي زاد بمقدار او بنسبة بنجمع القديم على الشوية اللي زاده. قول معايا، لما يقول لي زاد بمقدار او بنسبة بنجمع القديم على الشوية اللي زاده. طب القديم ده كان بكام؟ 1. احنا جمعنا عليه كام؟ 60%. ما 60% دي بتتكتب 60 على 100، فبقى الطول كام؟ 1.6. فاجي عند الطول اكتب 1.6. اقف بقى، ارجع حل المسألة زي اللي فاتت. هو مش احنا اتفقنا لما يقول لي سحب لو الطول بزفت يبقى المساحة 1 على زفت؟ اوكي. طب هنا الطول ب1.6، يبقى المساحة شقلب 1 على 1.6. وبعد كده اعمل نفس الخطوات. اكتب القانون، كتبناه. طير الثوابت، طيرناها. ليه طيرت الرو ايه؟ لانها لا تتغير الا بتغير نوع الماده. وانا لما بطيت السلك نوع الماده ما اتغيرش. ال 1.6، المساحه 1 على 1.6. لو حسبنا دي بالاله تطلع 2.56%. يبقى الاجابه تزداد 2.56% امثالها، وهي دي الاجابه اللي احنا هنبقى عايزينها. يبقى لما يقول لي في المساله زاد بمقدار بنمسك القديم نجمع عليه الشويه اللي زاده. طب اللي فهم لو حليت دي لوحدك سقف لنفسك وقوم ارقص في البيت وانت اقعدي زغراتي، ماشي؟ يلا وقف وحاول تحل لوحدك. بيقول لي سحب سلك فزاد طوله بمقدار 10%. اعمل بوز وحلها لوحدك، نسخه من اللي فاتت. ها حلتوها؟ تعالى بقى ارجع لي. احنا هنعمل ايه؟ طالما قال لي سحب يبقى الطول زاد بمقدار والمساحه هتقل بنفس المقدار. انا عايز اعرف الطول بقى بكام. لما يقول لي زاد بمقدار بجمع الشويه اللي زادهم على القديم. طب القديم كان بكام؟ اشرف اخويا قال لي اي حاجه قديمه بنديها نسبه 1. جمعنا عليه 10% اللي هي بتتكتب 10 على 100. لو جمعت دولت بالآلة 1 زائد 10 على 100 هتطلع 1.1. يبقى كده الطول 1.1. مش هنا قال سحب يبقى المساحة العكس تبقى 1 على 1.1. وخش عوض عادي. اكتب القانون، طير الثوابت. الرؤي طارت ومش هقول لي بقى احنا اتخنقنا منها لانها لا تتغير الا بتغير نوع المادة. انا عبيط، انا قلتها. ال 1.1. المساحة 1 على 1.1. تطلع الإجابة 1.21% وهو المطلوب. النوع ده مهم جدا جدا، أبوس إيدك. يبقى أنا استفدت لما يقول لي سحب لازم الطول يزيد والمساحة تقل. لو الطول بزفت المساحة تبقى 1 على زفت. طب لو قال لي سونيا لا، المساحة تزيد والطول هو اللي يقل. ماشي.
طب لما يقول لي زاد بمقدار، بنجمع الشوية اللي زادهم على القديم. اي حاجة قديمة بنديها رقم كام؟ 1. تاني بنديها رقم كام؟ 1. يا رب تبقى الحتة دي عدت على خير. يبقى لما يقول لي هو زاد بمقدار او بنسبة، بنمسك القديم نجمع عليه الشوية اللي زادهم. القاعدة دي مهمة جدا، واحنا اتفقنا الطول، المساحة، المقاومة، اي حاجة كنسبة قديمة بنعتبرها بكام؟ بنعتبرها 1. صلوا على سيدنا النبي. والمفاجأة ان احنا هنكتفي بهذا القدر النهارده. يعني احنا كان المفروض كمان ناويين نخلص الدرس التاني كله، بس احنا الحمد لله بادئين بدري والدنيا معايا زي الفل، فمش عايزين ندوس عليك ونجري في المنهج ونكبر الموضوع واحنا لسه معانا وقت، وخصوصا البداية دي انت ما تعرفش بتكون مهمة ازاي. علشان كده احنا هنكتفي لحد ما احنا وقفنا النهارده، وبناء على ذلك احنا ما خلصناش الدرس التاني كله، فانت محتاج تمشي في مذاكرتك زي ما انا هقول لك بالظبط. اول خطوه هنعملها مذاكره كتاب الشرح. عندنا 3 صفح بس، صفحه 15 16 17 لا 18 معانا، يبقى انا عايز منك 3 صفح. يبقى لما تمسك كتاب الشرح بتاعنا اللي احنا عارفينه خلاص بقى من الاسبوع اللي فات اهو، هنجيب صفحه 15 16 18 3 صفح دولت بس، نذاكرهم كويس جدا جدا. واحنا قلنا الاسبوع اللي فات نذاكرهم ازاي ونهتم بالتفاصيل اللي فيهم. خلصنا اهم خطوه بالنسبه لي، يعني احنا نذاكر صور سبوره الحصه اللي بننزلها لك على جروب الواتساب الخاص بطلبه الاونلاين. عايزين بس نزود على صور سبوره الحصه النهارده ان احنا حلينا كتير النهارده لو انت خدت بالك، فانا محتاج لو سمحت ان وانت بتتفرج على صور سبوره الحصه كل سؤال سواء من الاسئله اللي احنا جبناها من الكتاب او الاسئله اللي احنا الفناها في الاخر اهي من شويه، الاسئله المهمه دي اللي احنا جاوبناها مع بعض، لازم كل سؤال لو سمحت يتكتب ويتحل. يعني لا اما تجيب صوره السبوره وتخبي الاجابه وانت تحل، لا اما يفضل تكتبه وتحله. صدقني هتفرق معاك جدا جدا وهتسهل الواجب جامد جدا. الخطوه الثالثه المعتاده بتاعتنا ان احنا نعمل ملخص بخط الايد نحط فيه كل المعلومات اللي احنا استفدنا منها سواء في الكتاب او سواء في صور سبوره الحصه. بس لو سمحت بقى معلش احنا عايزين نقفل الفيزياء اخر السنه، فبعد ما تعمل ملخص بخط الايد عايزك تراجع على ملخص الحصه اللي فاتت. يعني انت عملت ملخص الجديد وتراجع على ملخص القديم، يبقى انت كده الحصتين معاك تمام عشان نبقى مؤهلين نخش نحل الواجب، لان احنا اتفقنا ان الواجب النهارده هيبقى فيه حاجات من الحصه اللي فاتت مع حاجات من حصه النهارده. يبقى بعد ما نعمل ملخص بخط الايد نروح مراجعين على الملخص اللي انت المفروض عامله يا بابا، عامله الاسبوع اللي فات، تمام؟ نخش بقى نحل الواجب. طب احنا بنحل الواجب ازاي؟ قلنا بنعمل خطوتين. اول حاجه بنفتح قناه اليوتيوب، هتلاقي عندك موجود فيديو شيت 2 اسمه بارت 1، لان احنا ما خلصناش الدرس التاني كله، فهيبقى اسمه شيت 2 بارت 1. هتتفرج عليه معايا وانت مربع ايدك من غير ما تمسك قلم، عمال تحل شفوي معايا بس. خلصت نقفل الفيديو خالص، نروح فاتحين الكتاب على شيت 2 اللي انت هتحله معايا. ايه بقى؟ هنحل مع بعض صفحه 20 21 22 23 24. عايز فيها اول سؤالين مش كلها، يعني اعتبر 24 دي مش معانا، انت هتحل اول سؤالين بس فيهم اللي هم رقم 27 ورقم 28. بعيد تاني، صفحه 24 لما تجيبها هتحل اول سؤالين بس فيها اللي هو ترتيبهم 27 و28. ده بالنسبه لاسئله الاختياري. خلصنا، هتجيب لي اسئله المقالي هتلاقيه موجود عندنا في صفحه 32. صفحه 32 مع صفحه 33 عايزك تحل فيهم اول 6 مسائل بس في المقالي. يعني صفحه 32 هتلاقي فيها مسألتين تحلهم، صفحه 33 هتلاقي فيها 4 مسائل، يبقى كلهم كام مساله مقالي؟ 6. لا تقريبا حليت معاك منهم النهارده بتاع 3 4 في الحصه وانت مش حاسس. يا رب تمشي على الخطه بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع الجاي دي مفاجاه حلوه قوي، يعني تقريبا مش هيبقى عندنا قوانين جديده، يعني هيبقى تطبيق على اللي احنا خدناه في اول حصه وتاني حصه مع افكار، دي بقى افكار امتحانات ثانويه عامه. يعني الحصه اللي جايه بجد هي افكار بتيجي في امتحانات ثانويه عامه. حصه النسب دي حصه مهمه جدا وهنقول فيها معلومات محتاجينها على مدار السنه ان شاء الله، مش في الباب الاول بس. الحصه دي هتبقى سهله قوي قوي قوي، وهتقول ان الفيزياء دي اسهل ماده عندي لو انت مظبط اول حصه وتاني حصه، بس لو ما ظبطتهمش يبقى انت عمال تبوظ الدنيا واحنا لسه في اول السنه. ربنا معاكم، اشوفكم الحصه الجايه. قولوا لي رايكم ايه في المحاضره دي في الكومنتات. بحبكم في الله، سلام عليكم.